تبدأ القصة بكشف معلومات عن فنون الرونة، وهي عبارة عن وشوم سحرية. يبدو أن الأشخاص المولودين بهذه الأشياء كانوا آلهة بشكل مباشر يديرون كل شيء. نتحدث عن حكام بمستوى الفراعنة مع انحناء الجميع لهم. أعتقد الناس العاديون أن هذه القوة كانت هدية من السماء، معجزة كاملة. ولكن بالطبع هناك دائما تلك الرونة الملعونة التي تجلب المصائب، تسمى رونة أسورا، وأنت تعرف أن بطلنا سيكون متورطا فيها. وهكذا نرى بطلنا يتحول إلى وسادة دبابيس بشرية من قبل حشد غاضب. شخص ما في الحشد يصرخ للسماح للمسكين بالهرب. الحشد بالمشاعل والشوك يصرخون له ألا يظهر وجهه مرة أخرى. لذا تم نفي بطلنا إلى البرية المتجمدة مثل نفي بام من مانهو برج الإله، مع الجميع ينادونه وحشا. بطلنا لا يزال يجري في العاصفة الثلجية وكأنه شيطان حقيقي، لقد فقد عقله تماما، يصرخ في الفراغ بينما لا يزال يبدو كوسادة دبابيس. الراوي يكشف المزيد من المعلومات قائلا إن أي شخص لديه هذه الرونة تاريخيا محكوم عليه بالفشل. بطلنا مجرد بقعة صغيرة تترك أثر دم في هذا المشهد الجليدي الضخم. وها هو أخيرا نفدت طاقته وسقط بوجهه في الثلج. بعض العائلة العشوائية تجده وهم كما تعلم، مرعوبين بشكل معقول من هذه الفوضى الدموية. بطلنا بالكاد واع لكنه يبتسم ابتسامة صغيرة. أخي يعاني بالتأكيد من الهلوسة. تقرر العائلة أن تكون أبطالا مطلقين وتستخدم فنون الرونة الخاصة بهم لشفائه، وتنتهي النبوءة قائلة إن الرونة تجلب الخراب. نعم، هذه العائلة في ورطة. ننتقل إلى ما بعد 7 سنوات لنرى قرية تتعرض للابتزاز. لقد وصل الخراب. كبار السن في القرية لا يقبلون ذلك ويخبرون هؤلاء المجرمين بالرحيل. المجرم الأصلع يتصرف بقوة، يشتكي من كبار السن قبل أن يوافق على المغادرة. يبلغ المجرمون رئيسهم المقنع أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي مستخدمين للسحر في المنطقة. الرئيس المقنع المجنون يستدعي أحد أتباعه، وأنت تعرف أن هذا ليس للترقية، ونعم لقد عدم رجاله بشكل مباشر لفشلهم في المهمة. الرئيس يتحدث مع نفسه حول كيف لا يمكنك العثور على شخص بدون مانا باستخدام الطرق العادية. يكشف هذا المجنون عن وجه وحشه قائلا انه يستطيع شم طاقة بطلنا المدمرة. في هذه الأثناء يعتقد القرويون أن الخطر قد زال ويبدؤون في استدعاء الجميع من مخابئهم. بطلنا يزحف من خلف شجرة مع امرأتين من العائلة التي أنقذته. الأب الضخم يخبر بطلنا ألا يلوم نفسه على المشاكل. الأم والابنة تمسحان وجه بطلنا ويعاملونه كأحد أفراد عائلتهم. الأم تنادي عليهم لاختبائهم دائما في هذا المكان معا، إنها تعرف ما يجري. تقول الابنة إن بطلنا بان يحب المكان بينما يبدو خجولا بأن يفجر القنبلة، بأن هذا هو المكان بالضبط الذي وجدوه فيه ينزف قبل 7 سنوات. بطلنا يبتسم فعلا قائلا إنه مكانه المفضل. لقد وجد أخيرا منزلا. نحصل على لمحة سريعة من الماضي عن الأب يمزح بخشونة مع بان الأصغر سنا. الأب لا يزال يمزح معه بينما تذكر الأم استعدادات الزفاف. انتظر، زفاف من؟ الابنة متحمسة للزفاف وبان موجود هناك معها. أوه، إنه زفافهما يحل الليل والوادي بأكمله مضاء للاحتفال الكبير. هذا يبدو سعيدا جدا. القرية بأكملها تحتفل حول نار المخيم. نعم، هذه هي أكبر إشارة موت في التاريخ، بأن يقف عند المذبح وكأنه على وشك أن يصاب بنوبة هلع. زوجته الجديدة ليندا تنظر إليه بأكبر ابتسامة سعيدة. الأب يدير المراسم ويطلب منهم قول نذورهم أمام الجميع. ليندا تبدأ أولا. تصرخ الناس ستجعله سعيدا لدرجة أنه سيبكي. ملكة مطلقة. يبدأ بالنذور بالاعتذار عن كونه عبئا. يا أخي، إنه زفافك وليس جلسة علاج. يبدأ في التفريغ العاطفي حول ماضيه الملعون وكيف أن الجميع يموتون من حوله، ثم يتذكر العائلة التي أنقذته قائلا إنه سيكون ميتا بدونهم. بطلنا لا يزال يتذمر حول ما إذا كان يستحق أن يكون هناك مع رونته الملعونة، وبينما هو يغرق في مشاعره يتلقى صفعة تخرج روحه. كانت ليندا هي التي صفعته، تصرخ عليه ليصمت، إنها لا تقبل أيا من هذا الكلام الحزين. ليندا تخبره أنهم كانوا يعرفون المخاطر عندما أنقذوه، لذا يمكنه التوقف عن هذا الهراء. تتذكر معترفة بأنهم كانوا مرتعبين قليلا عندما وجدوه لأول مرة. تظهر ذكريات القرية بأكملها، تتعرض للهجوم من قبل خطر غير مرئي، ثم نرى بطلنا يتحول إلى وضع الشيطان الكامل لحماية ليندا من أي شيء كان يهاجم. أخبره أن ذلك هو الوقت الذي قرروا فيه التوقف عن الاهتمام بلعنته. تقول ليندا إذا جاءت المشاكل مرة أخرى فسيواجهونها معا. هذه إشارة موت كبيرة. القرية بأكملها تشارك، تشجعه وتسخر منه لكونه رقيقا جدا بالنسبة لليندا. العائلة تشارك، تخبرهم بإنهاء الزفاف اللعين بالفعل. بطلنا يعتدل أخيرا ويخبر ليندا أنه يحبها في الوقت المناسب. وبينما تصبح الأمور سليمة نرى الشرير المجنون يتربص بابتسامة مخيفة. انتهت الحفلة. الشرير المجنون يقول إنه يبكي بينما يبدو مثل شيطان. نعم، هذا الرجل كارو معتمد. نحصل على لقطة أخيرة هادئة للوادي قبل أن تتحول الأمور إلى جحيم. هدوء كلاسيكي قبل العاصفة، وبوم قنبلة نووية خضراء ضخمة تنفجر في وسط القرية. ثم إلغاء الحفلة رسميا. يستيقظ بطلنا على كابوس أخضر اللون، ينظر إلى يديه. هذه ليست علامة جيدة. تظهر الرؤية الكاملة أن القرية بأكملها تحولت إلى مسلخ. النبوة لم تكن تمزح بأن يحدق في الفراغ، مصاب بالذهول تماما من الرعب. بطلنا محطم. نحصل على جولة لطيفة للقرويين. المقطع أوصالهم.
نعم، المؤلف اختار العنف اليوم. الشرير المجنون يطلق ثقبا أسودا يبدأ في امتصاص جميع الجثث. ما هذا القرف الحقيقي؟ بأن على الأرض يصرخ بكل ما في رئتيه وهو يشاهد المذبحة. إنه عاجز تماما. بطلنا يعاني من انهيار عقلي كامل، يصرخ بألم مطلق. فصل الصدمة هنا بأن يحدث في كومة الجثث مع صراخ أصدقائه يتردد في رأسه. أنه يتعرف على والديه بالتبني في كومة الجثث. نعم، هذه هي قصة أصله كشرير. بطلنا في وضع إنكار كامل، يصرخ أن هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا. اللقطة القريبة لوجهه تظهر أنه محطم تماما. الرجل ليس بخير. الشرير المجنون يظهر خلفه يقول بكابو، يستمتع بكل ثانية من هذا. ثم يصعد الشرير بطلنا بيده إلى الحائط كأنه لا شيء، بأن يصطدم بالأرض بشدة، محطم تماما وعاجز عن فعل أي شيء. الشرير يمسك ليندا من شعرها، يستفز بأنه بخصوص رونتو الملعونة. هذا شر خالص. هذا المجنون يعامل المذبحة بأكملها مثل لعبة الغميضة. أي منحرف بأن يسأل أكثر الأسئلة عديمة الجدوى. من أنت ولماذا؟ يا أخي إنه مجنون، هذا هو السبب. المجنون يخبر بأن لديه أعمالا معه، رافضا أسئلته مثل شرير حقيقي من أفلام جيمس بوند. هذا المنحرف يقول إن شخصا ما يحتاج الخراب الحقيقي من رونت أسورا، إذن هو مجرد ساعي مبجل. ثم يذكر بشكل عابر إنه أحرق جميع القرى المجاورة أيضا فقط ليكون شاملا. هذا الرجل آفة، وجه بأن يتحول من محطم إلى غضب نقي غير مصفى. أوه نعم، قصة أصل الشرير تتحمل رسميا. المجنون يضربه بعذر مجرد اتباع الأوامر بينما لا يزال ممسكا بزوجته. أي جبان. بطلنا يجر إلى بعد ظل ماء، إذن يتم اختطافه وليس قتله. الشرير يشرح أنه يتم إغلاقه في سجن بعد فرعي حيث الوقت لا يهم. رائع، جحيم شخصي. هذا المنحرف يخبره أن يتصرف بشكل جيد وسيطلق سراحه في النهاية. نعم، أنا متأكد من أنه رجل كلمته. المجنون يختفي تاركا بأن عاجزا تماما في الفراغ. بطلنا في ورطة حقيقية. ثم يرفع المجنون رأس ليندا المقطوع. يا إلهي، المؤلف ذهب نوويا على روح بطلنا. وجه بطلنا مجرد قناع من الألم النقي والمطلق. الرجل خرج رسميا. إنه يحدق بشكل فارغ. الرعب المطلق لرؤية رأس زوجته لا يزال محفورا في دماغه، ومع ذلك يتلاشى وعي بطلنا تماما إلى اللون الأبيض. لقد تحطم رسميا. يتم امتصاصه في نوع من دوامة كاموي على طراز ناروتو. هذا هو بعد الجحيم الشخصي له. العين في الدوامة تبكي ما يبدو كأنه عظام. هذا هو بعض الهراء الحاد من المستوى التالي. تظهر بعض الأشياء اللامعة الغريبة مثل البذور. هذا لابد أن يكون الخراب الحقيقي الذي كان المجنون يتحدث عنه. يستيقظ بطلنا عائما على صخرة في بحر فعل من الدم. نعم، هذه بيئة تأقلم صحية. إنه مستلق هناك متسائلا ما هي هذه القوة الحقيقية للدمار. يا أخي انظر حولك. بطلنا لا يزال يحاول إنكار ذلك، متسائلا إذا كان محكوما عليه بالفشل منذ البداية. النبوة قالت ذلك يا رجل. يقبل أخيرا أنه كارثة متحركة لا تجلب سوى الموت. اكتملت قصة أصل الشرير. بطلنا مستلق في جحيمه الشخصي. يقبل أخيرا أن مصيره كان دائما أن يكون خسارة متحركة. إنه يضرب نفسه بتفكير ماذا لو، متسائلا لو بقي وحيدا لكانت ليندا والعائلة على قيد الحياة. بطلنا يفقد عقله تماما، صارخا ان رغبته البسيطة في حياة طبيعية هي ما قتل الجميع. انه يتخيل الان ايدي اشباح، يلوم جشعه الخاص في الرغبة بالسعادة. رحلة الشعور بالذنب اصبحت الان شيئا ماديا، مع اشباح الموتى تجره الى الهاوية. بطلنا يخبر اشباح احبائه ان لا يسامحوه. انه ملتزم تماما بكراهية الذات. قطرة واحدة تضرب بحر الدم. المؤلف يميل حقا إلى الوقفة الدرامية الحادة. إنه عاد إلى مجرد عائم ينقع في بؤسه الخاص. هذا هو مسكنه الدائم الجديد. بأن الآن يجري محادثة واحد لواحد مع الله. يسأل بشكل أساسي لماذا تم اختياره لحزمة المعاناة المميزة. وقد انتهى. إنه يتخلى عن الإيمان ويدعى الفراغ يأخذه لأنه متعب جدا من هذا الهراء. فبأن يتوصل فقط للإطلاق الحلو للموت. بطلنا خرج تماما. لا يزال في رحلة الحزن الخاصة به. يطلب أن يترك ليموت في بعد جحيمه الشخصي. وهكذا تظهر رؤية شبح ليندا لضربه بالدعم العاطفي. شبح ليندا يخبره أنها تحبه إلى الأبد، حتى مع وجهها الذي يبدو وكأنه حفلة موسيقية صاخبة. عين بطلنا تنفتحان مصدوما تماما من المحادثة التشجيعية بعد الموت من زوجته الميتة. يبدأ في دفع نفسه للأعلى رافضا مغفرتها، لأن الشفقة الذاتية قوية جدا بأن يعود إلى صراخ اسمها ولو نفسه على كل شيء. يا أخي لقد مررنا بهذا. إنه لا يزال يضاعف مونولوج كل شيء خطئ. رحلة الشعور بالذنب تضرب بقوة، وهكذا ينقلب المفتاح من أريد أن أموت إلى غضب نقي غير مخفف. بطلنا يدرك أنه لا يملك الحق في التخلي فقط بعد أن مات الجميع من أجله. فصل الانتقام يتم تشغيله رسميا. أشباح عائلته يخبرونه أنه غير مسموح له بالموت بعد. حديث عن شعور بالذنب من ما وراء القبر. بطلنا يصر بأسنانه ويوافق. مرحلة الحزن انتهت رسميا ومرحلة القتل تتحمل. في أن يذهب إلى وضع الشيطان الكامل متحررا من يأسه. بطلنا فقط ضرب ترقية قوة اللورد المظلم. نحصل على ذكرى للمذبحة بينما تتكرر النبوءة. نعم، نحن نفهم إنه يجلب الخراب. يصرخ أنه لم يعد يهتم بعد الآن، حيث لا يوجد شيء متبق لتدميره. إنه على وشك تسليح هذه اللعنة.
بأن يتذكر الشرير المجنون المخيف يقول إن شخصا ما أراد قوته أوه لديه هدف الآن. بطلنا الآن في مهمة يتعهد بجعلهم يشعرون بالألم الذي يشعر به. جولة الانتقام جاهزة. إنه يتبنى تماما دوره ككارثة متحركة مستعدا لإطلاق ذلك الدمار الحقيقي. يعد عائلته وأصدقائه الموتى بأنه سينتقم لهم. هذا هو دافعه الجديد. قرر بان أن الموت يمكنه الانتظار حتى ينتهي من انتقامه. الرجل وجد هدفه العنف. شياطين بأن الداخلية تحاول حرفيا إبقاؤه، لكن بطلنا يركز على الخروج من هذه الحفرة الجهنمية. فريق الشعور بالذنب يبذل قصارى جهده وهو يصرخ عليه ليموت بالفعل. بطلنا يذهب إلى وضع الشيطان الكامل واعدا بالانتقام حتى لو استغرق 10 سنة. هذا هو وجه رجل ليس لديه شيء متبق ليخسره وكل شيء لينتقم له. إنه يضرب بالفعل القرف من صدمته الخاصة. هذه هي جلسة العلاج المعدنية الأكثر إثارة على الإطلاق، ونحصل على قفزة زمنية مدتها 100 سنة. بطلنا كان يقاتل مع مشاعر القرون. تمر 100 سنة أخرى وهو لا يزال في صالة جحيمه الشخصي، يحصل على مكاسب الصدمة تلك. بعد 600 سنة يقف على جبل من شياطينه المقهورة. يؤكد الراوي أنه ذهب إلى أسور الكامل. لقد تقريب على أحد وحوش الصدمة التي انثنى للتو. نعم، إنه لا يمزح بعد الآن. وبالطبع هناك كشف سري عن الرونة. هناك دائما سر العين. الراوي لا يزال يواصل المونولوج الحاد حول مستنقع اليأس لبطلنا، ونحصل على قفزة زمنية أخرى ليصبح المجموع الكلي 999 سنة من تدريب الغضب النقي والخالص، بأن يقوم بضربة مدارية على الزعيم النهائي لجحيمه الشخصي. بطلنا انتهى من اللعب. الراوي يضربنا بخط مستنقع اليأس مرة أخرى. حسنا، نحن نفهم. لقد مر بألفية صعبة. حتى مع كل هذه القوة فإن رجلي لا يزال يعمل على ألم نقي وخالص. هذا هو مكونه السري، لكن عطشه للانتقام هو ما يبقيه مستمرا. الحقد محفز قوي أيها الناس. أخيرا يصل إلى نواة سجنه، وهي نوع من كرة عين الرعب الكوني. يبدأ البعد بأكمله في التحطم عندما يكسر الختم. بطلنا يخرج أخيرا. الشيطان النهائي للصدمة يشير إليه كما لو أنه كسر المحاكاة. لم يكن من المفترض أن يفوز، ومع ذلك يتحول آخر شياطينه الداخلية إلى غبار. انتهت جلسة العلاج التي استمرت 1000 سنة بأن يحطم سجنه أخيرا. يبدو كأنه شيطان ولد من 1000 سنة من الحقد النقي والخالص. بطلنا عاد رسميا إلى العالم الحقيقي. يبدو كأنه تقدم في العمر ألفية في ألم خالص. ونتلقى ذكرى اليوم سلمي مع ليندا تتحدث عن أحلامها. أوه لا، ليس المشاعر. إنها تضع خطتها البسيطة، الزواج من بان وجعل عائلتها عائلته. المؤلف فقط يقلب السكين الآن. ليندا تستمر تخطط لأطفالهم المستقبليين في حياة مثالية. هذا مجرد هجوم عاطفي مستهدف. حلمها كله كان فقط أن يكون له مكان يعود إليه ويكون سعيدا. روح بطلنا تتكسر مرة أخرى. إنها تتحدث عن بناء ملاذهم بينما تبدو مثل ملاك حقيقي. هذا قاس فقط، وهي تضربه بتلك الابتسامة المثالية، مؤكدة أن هذا كل ما أرادته على الإطلاق. نعم، سيحرق العالم. تنتهي الذكرى والراوي يذكرنا أن هذه هي طريقة استخراج القوة الحقيقية للخراب من شخص ما، ونرى كيف تبدو تلك القوة. كيان شيطاني كامل. بطلنا على وشك الذهاب نوويا. يؤكد الراوي أن قوة الخراب قد أطلقت وتبدو مثل مهرج فيلم رعب العين. بطلنا يستهلك تماما بواسطة ترقية قوة اللورد المظلم الجديدة هذه. لا، عودة الآن. هذه القوة مصنوعة حرفيا من أرواح صارخة. نعم، هذا سحر صحي ومتوازن جيدا. وأول ما يفعله بها هو إطلاق قنبلة نووية. بطلنا ليس هنا لصنع أصدقاء. بان يحدق في ذراع الشيطان الجديدة. أخيرا يفهم ما هي القوة الحقيقية للخراب. حصل على كشف معلومات عن رونة أسورة التي تملك 666 سلاحا. المؤلف ليس غامضا. بطلنا بالفعل في رحلة ماذا لو. يفكر أنه لو كانت لديه هذه القوة في ذلك الوقت لكانت الأمور مختلفة. يهبط بقوة كافية لتحطيم الأرض. نعم، لديه القوة بالتأكيد الآن. أن يتخيل نفسه ينقذ الجميع، معتقدا أن لا أحد كان سيموت لو كان بهذه القوة. يحاول إقناع نفسه أن هذه القوة هي الإجابة، لكن تلك الابتسامة المجنونة تقول أنه فقط يتعايش. بأن يختبر ذراع الشيطان الجديدة بضرب الأرض بالقرف المطلق. بطلنا يضع كل ظهره البالغ من العمر 1000 سنة في هذه اللكمة. إنه لا يمزح. والأرض اختفت فقط. نعم، هذه ترقية قوة صلبة جدا على ما أعتقد. بطلنا يطفو فقط في قلقه الخاص. يبدو مثل زعيم نهائي من لعبة GRP. الراوي يضربنا بإسقاط عنوان السلاح الأول. هذا هو المستوى الأول فقط أيها الناس. إذن إنه قفاز يحذف الأشياء من الوجود. نعم، هذا سيكون مفيدا للانتقام. والآن يستدعي شعاع موت ضخم من الأرض. بطلنا يستعرض فقط في هذه المرحلة. نحصل على لقطة قريبة على ابتسامته المجنونة الجديدة بأن القديم غادر المبنى رسميا، وهو فقط يدمر المشهد الطبيعي بأكمله. حسنا، أعتقد أننا نفهم أنه قوي الآن. ثم ننتقل إلى مشهد طبيعي سلمي. هذا إما موقع جديد أو ذكرى. ننتقل إلى بعض قطاع الطرق يبتزون رجلا مسكينا بينما يعلق بأن بشكل عابر على الموقف. يعرض بأن أخذ أعضاء الرجل بدلا من ذلك. ثم يسأل زعيم اللصوص ذا الشارب سؤالا. بطلنا يسأل أي سنة هذه، وزعيم قطاع الطرق مرتبك فقط من هذا السؤال العشوائي.
زعيم الشارب يضحك ويخبره أنها سنة 1500 معتقدا أنه مجرد غريب الأطوار بأن يعالج المعلومات. 1000 سنة له. لكن كم للآخرين؟ زعيم اللصوص لا يزال يبدو متغطرسا غير مدرك تماما أنه على وشك الحذف من الوجود. يدرك بأن 5 سنوات فقط قد مرت وسلاح أحد البلطجية يتحطم محاولا مهاجمته خلسة. البلطجي يمر بلحظة خدش في السجل متسائلا لماذا انفجر سلاحه للتو. فريق قطاع الطرق بأكمله ينظر الآن إلى بان كما لو أنهم رأوا شبحا. نعم لقد ارتكبتم حماقة. أين بطلنا تتوهجان باللون الأحمر؟ إنه على وشك تقديمهم إلى 1000 سنة من الألم بأن يحول هؤلاء قطاع الطرق إلى ضباب أحمر ناعم دون حتى محاولة. هذا مجرد إحماء. هذا هو وجه رجل كان ينتظر 1000 سنة ليلكم شيئا ما. يرسل أحد البلطجية طائرا بذراع الشيطان الجديدة. مرحبا بك في قطار الألم. المنطقة بأكملها مجرد خلاط من الأجساد والدم. بطلنا يظهر عنفا مطلقا. وهكذا تم تقليص فريق قطاع الطرق إلى كومة من الجثث. كان ذلك فعالا. الرجل المسكين الذي كان يتعرض للسرقة يصرخ فقط مدركا أنه آخر شخص متبقٍ بأن يلتفت إلى آخر رجل واقف الذي يتبول في سرواله بشكل مفهوم. الآن بطلنا يسأل إذا كان يمكنه طرح سؤال. يبدو هادئا جدا بالنسبة لرجل ارتكب مذبحة للتو. وننتقل إلى خريطة القارة. حسنا كشف معلومات عشوائي. أعتقد الراوي يبدأ بالثرثرة عن فنون الرونة والممالك. يا أخي كنا في منتصف استجواب. الراوي يكبر على الخريطة مسلطا الضوء على أراضي الشرير الأكبر. أنت تعرف أنه هذه هي منطقة الزعيم النهائي ونحصل على لقطة لمملكة زوي حصن عائم من الشر الخالص. نعم ذلك هو المكان الذي ينتمي إليه المجنون. يستمر كشف المعلومات. يعرض جيشهم الضخم الذي يركب بعض المخلوقات المرعبة. نحصل على نظرة أخرى على جنودهم الغريبين. هؤلاء الرجال يبدون وكأنهم صمموا من قبل HR جايجر. الناجي يصف زي المجنون مؤكدا أنه كان ساحرا من الأسرة الملكية لمملكة زوي. الرجل يتبول في سرواله تماما. يقسم أنه لا يكذب على بطلنا. يعرف أنه على بعد كلمة خاطئة واحدة من الحذف بأن معلق رأسا على عقب بينما الرجل يكشف الأسرار. طرق الاستجواب لبطلنا غير تقليدية. الناجي يبدأ في شرح كيف تم توظيف فريق قطاع الطرق قبل 5 سنوات لوظيفة خاصة. وهو المجنون المقنع نفسه يعرض عليهم وظيفة بسيطة. أعثر على شخص ما وارتكب إبادة صغيرة. الناجي يعترف بأنهم لم يكن لديهم فكرة مع من كانوا يتعاملون وأخذوا الوظيفة فقط. يا أخي لقد ساعدت في قتل عائلته. الناجي لا يزال يتفاخر بكيفية إحراقهم للقرية وصفا إياها بأنها سهلة مثل الفطيرة. هذا القطع من القرف يشتكي من مدى إزعاج حرق كل الجثث. يقول أنه بعد الوظيفة دفع المجنون لهم فقط وانطلق. لا نهايات فضفاضة. أعتقد بأن يسأل إذا كانت هناك فتاة ذات شعر برتقالي وهذا الأحمق يؤكد أنها كانت ليندا. بطلنا يسأل إذا أحرقوا جسدها أيضا ويمكنك الشعور بالغضب يتصاعد. حقيبة القمامة المطلقة هذه تقول أنه كان من المؤسف أنها كانت جميلة جدا وكانت ستصنع عبدة جيدة. يا أخي أنت ميت جدا. بأن يتذكر عائلته. الأشخاص أنفسهم الذين يتحدث عنهم هذا النذل بغرف. يسأل قاطع الطريق أخيرا كيف عرف بينما بأن يسحق قصبة هوائه. انتهى الاستجواب وننتقل إلى وكر قطاع الطرق داجل. بطلنا على وشك زيارة الفريق بأكمله. بعض قطاع الطرق المنشطين يهددون السجناء. نعم هؤلاء الرجال بالتأكيد على قائمة الانتقام. بعض حقائب قمامة قطاع الطرق يعجبون بقفصهم الجديد من العبيد. نعم هؤلاء الرجال هم الأوائل في القائمة. حرس وكر قطاع الطرق في مهمة حراسة غير مدركين تماما للقدر القادم بأن يستخدم رأس قاطع الطريق الميت كجر صباب. طرق الاستجواب لبطلنا من المستوى التالي. وحارس الباب يتلقى ضربة في وجهه لأنه فتح. حفلة الانتقام بدأت رسميا. بطلنا يذهب إلى وضع الغضب الكامل محولا المدخل بأكمله إلى دوامة من العنف الخالص. الرجل ذو قناعة وحيد القرن يحاول الصد بسيفه الضخم. تنبيه لن ينجح ذلك. قناعة وحيد القرن يصرخ من أرسلك بينما يتعرض للطي المطلق. يا أخي لقد أرسل نفسه. بطلنا يمشي خلال الهجوم كما لو كان نسيما خفيفا. هذه لحظة معتمدة. أنت ميت بالفعل. وهناك يذهب الذراع. بأن قدم لهذا المهرج قبضته الشيطانية الجديدة البالغة من العمر 1000 سنة بأن يخبره فقط بالصمت. الرد البارد ذو الكلمة الواحدة هو كلاسيكي مطلق. وهكذا يتحول قناعة وحيد القرن إلى ضباب أحمر ناعم. بطلنا لا يفعل إجراءات نصفية. بقية فريق قطاع الطرق يقف. بطلنا يدخل متجرا يجري جثة المخبر الميت ويصف الفريق بأكمله بأنهم مجموعة من المهرجين. يسقط الجثة ويطلب التحدث مع المدير. 204 0小时20分20秒079大于0小时20分27秒359. هذه هي أكثر شكوى عملاء معدنية على الإطلاق. أكثر كثافة من جين موري الذي يواجه الآلهة في مان هو إله المدرسة الثانوية بأن لديه وجه القتل وهو يقول إن لديه بضع أسئلة للرئيس. 205 0小时20分27秒359大于0小时20分32秒400. بلطجية قطاع الطرق يتصرفون بقسوة معتقدين أنهم يستطيعون مهاجمته. يا أطفال الصيف الحلوين. 206 0小时20分32秒400大于0小时20分35秒599. والزعيم النهائي يظهر مخبرا أتباعه بالتراجع.
إنه يعلم ما يجري. الزعيم اللورد ديجل يأمر طاقمه بالتراجع ما لم يرغبوا في أن يسحقوا هم أيضا. ديجل يتعرف على بطلنا كمستخدم آخر لفنون الرون، مشيرا إلى الفارق الواضح في القوة. الزعيم يقدم نفسه ويسأل بان عما يريد. يا أخي إنه يريد إحراق هذا المكان بإكمله، بأن يعرض الحقائق ويسأل عن مهمة مملكة زوي التي تخص مرتزقا يدعى كاسيراك. صاحبنا قام بواجبه على أكمل وجه. ديجل يتصرف بغرور ويسأل بطلنا عما سيفعله حيال ذلك. هذا الرجل يشع طاقة شخص على وشك أن يسحق، بأن يعرض عليه صفقة، أخبره بمكان كاسيراك وسيعيش الجميع. هذا عرض لمرة واحدة يا صاحبي. الزعيم يرتدي أفضل وجه، سأساعدك بالتأكيد لديه. نعم، لا أحد يصدق هذه التفاهات. وهكذا يفعل ديجل قوته ببعض مؤثرات البرق المبهرة. التمثيلية لم تدم سوى ثانيتين، ينهي جملته بالصراخ بأنه سيخبر جثة بان. جملة شرير كلاسيكية قبل أن يتلقى علقة ساخنة. زعيم قطاع الطرق يطلق هجومه الأقوى ويضرب بين بانفجار بار كامل، وبطلنا يتلقاها بيد واحدة وكأنها نسمة صيف لطيفة. وجه هذا الرجل لا يقدر بثمن. ديجل يحاول التصرف بهدوء ويطلب من بأن إخفاء نيته القاتلة. يا أخي هجومك الأقوى تم صده ببساطة. الزعيم يعلن أن بان هو من سيموت ويكشف عن قوته. رون الشفرات إنه طقم أدوات مائدة يمشي على قدمين، يبين مسترخٍ وسط الأنقاض، ويدرك أن زعيم قطاع الطرق لا يتحدث سوى لغة العنف. بطلنا يدخل في وضع الشيطان الكامل ويسأل إن كان على صواب. نعم، لقد انتهى وقت الكلام رسميا. زعيم قطاع الطرق ديجل يتحول إلى سوبر سايان بقوى البرق مستعدا للجولة الثانية. ديجل يندفع كقطار شحن معتقدا أن زيادة قوته تعني شيئا في الواقع، وبان يوقفوا في مكانه بيد واحدة. عدم الاحترام أسطوري تماما. الزعيم يسعل دما مصدوما تماما من أن هجومه القوي تم إيقافه بهذه السهولة، بأن يسخر منه ويسأل إن كان هذا حقا كل ما لدى الزعيم. صاحبنا يتنمر عليه الآن. ديجل يغلي من الغضب مدركا أنه اختار القتال مع شيطان حقيقي من الجحيم. يزيد من قوته لهجوم يائس أخير ويصاب بنوبة غضب كزعيم أخير مزيف. الزعيم يوجه لكمته الأخيرة القاضية صارخا مت، وكأن هذا قد نجح يوما مع بطل القصة. زعيم قطاع الطرق لا يزال يصرخ بأعلى صوته واصفا بطلنا بالجرذ بينما يشحن قوته. يطلق عاصفة كاملة من شظايا الكريستال معتقدا أنه على وشك انهاء الأمر. ديجل يستخدم قوته الكاملة ويصرخ بأنه لن يتردد. يا أخي أنت على وشك أن تسحق. الهجوم يصيب الهدف مباشرة، وهذا المهرج بدأ بالفعل في إلقاء مونولوج حول تمزيق بئن إربن، وبطلنا يقف هناك يتلقى الانفجار الكامل دون أن يرف له جفن. زعيم قطاع الطرق يعاني من انهيار كامل مرتبطا تماما بما يراه. وجه ديجل يعبر عن صدمة خالصة ويسأل كيف لا يزال بان يتحرك بعد ضربته القاضية. يسأل إن كان بان يشعر بالألم، وبطلنا يرد عليه بأبرد لا تضحكني في التاريخ، بأن يخبره أن هذا القتال الذي يشبه الدغدغة لا شيء بعد 1000 عام من العذاب الخالص. ويدخل في وضع الشيطان الكامل. يعلم هذا المهرج أن هجومه الأقوى كان مزحة كاملة. ديجل يضحك ويستعد لهجوم قوي آخر. هذا الرجل يحب حقا أن يتلقى الضرب. زعيم قطاع الطرق لا يزال يندفع بقبضته البرقية معتقدا أن المزيد من القوة هو الحل. ليس كذلك، يستدعي وحشا كريستاليا ضخما لسحق بطننا. حسنا، هذه دغدغة أكبر قليلا من ذي قبل. هذا المهرج لا يزال يبتسم معتقدا أن هذا هو الهجوم الذي سينجح أخيرا. تعريف الجنون. هنا بأن يحلل الهجوم بهدوء واصفا كيف سيسلخ جلد شخص ما إنه لا يشعر به حتى. بطلنا في وضع الشيطان الكامل يرد عليه بكلمة واحدة مثير للشفقة. عدم الاحترام يتجاوز كل الحدود. بأن يجهز لكمة ويخبر هذا المهرج أن مفهومه للألم سطحي بشكل يثير الضحك. يتذكر جحيمه الشخصي مذكرا إيانا بما تبدو عليه 1000 سنة من العذاب الخالص. في الواقع بطلنا مجرد بقعة في بحر معاناته الخاص. نعم، زعيم قطاع الطرق هذا ليس لديه أي فكرة مع من يعبث. وبان يوجه لكمة أخيرا مستعدا لإعطاء هذا المهرج درسا مجانيا في معنى الألم الحقيقي، بأن يوجه لكمته صارخا بأن ألم هذا المهرج لا شيء مقارنة بألمه. واللكمة تبخر الوحش الكريستالي وزعيم قطاع الطرق معه مثل قوة ملك الظل من سولو ليفلينج. هذا وجه رجل يدرك أنه أحضر سكينا إلى معركة نووية عمرها 1000 عام. الاصطدام يخلق موجة صدمة هائلة تمحو غرفة العرش بأكملها. اللكمة تتحول إلى شعاع موت كامل وتشكل مخرجا جديدا عبر المخبأ. اللكمة صاحبنا صنعت ودا جديدا في سفح الجبل. هذا ضرر جسيم للممتلكات. بطلنا يهبط على الأرض دون أن يتعرق حتى بعد نوبة الغضب الصغيرة تلك. ينظر إلى مسار الدمار ويتنهد وكأنه أنهى للتو جولة ركض خفيفة، بأن يلتفت إلى بقية قطاع الطرق مستعرضا ظهره المليء بتلك الغرز المخيفة. يزيد قوته مرة أخرى ويسأل المهرجين المتبقين إن كانوا مستعدين للجولة الثانية. قطاع الطرق المتبقون يقفون هناك يموتون من الخوف. نعم، هم ليسوا مستعدين للجولة الثانية. وننتقل إلى مشهد شروق شمس هادئ. المؤلف يحب حقا هذه اللقطات الهادئة بعد العاصفة. إذن الجولة الثانية كانت مجرد قيام بتحويل عرين قطاع الطرق بأكمله إلى عمل فني حديث من الجثث. بطلنا يبصق سنا أو شيئا ما بشكل عرضي كغسول فم صغير بعد المذبحة. لقد أبقى على ناج واحد يؤكد أن كاسيراك في مملكة نوردية.
الاستجواب كان ناجحا. آخر قاطع طرق يسأل إن كان بان سيفي بوعده ويتركه يعيش. يا أخي هل تعتقد حقا أنه يقطع الوعود؟ بان يبتسم له بأكثر ابتسامة. كنت أمزح مرعبة على الإطلاق، هذه حرب نفسية من مستوى آخر. وبينما يحاول الرجل الهرب يحول بأن رأسه بالكامل إلى عجينة حمراء ناعمة. هذا كل ما في الأمر بالنسبة لذلك الوعد. بطلنا يوضح أن جزء أدعك تعيش كان هو المزحة الحقيقية. الرجل لديه حس دعابة مظلم بأن ينظر إلى يده الملطخة بالدماء ويسأل نفسه لماذا يبتسم. نعم، جولة الانتقام تحوله إلى وحش بأن يقرر عدم التسرع في مواجهة الزعيم الأخير، مدركا أن معلومات قاطع طرق قد تكون غير موثوقة. صاحبنا يتعهد بمطاردة كاسيراك بنفسه، واقفا فوق الجثث كهاملة قوطي، إنه يتحدث إلى عائلته الميتة ويطلب منهم الصبر بينما ينهي مهام القتل. بطلنا يسمي هذا هدية صغيرة ويشكو من مهاراته الفنية. أوه لا، ماذا يبني؟ لقد صنع عمود توطن ضخما من جثث قطاع الطرق. هذا هو مشروعه الفني. المنظر الكامل لصليب الجثث هو شيء من مستوى آخر من أفلام الرعب. صاحبنا فنان في العنف، بأن يعلن أن انتقامها قد بدأ للتو بينما يبتعد عن تحفته الفنية. الجولة بدأت رسميا، وها هو ينطلق تاركا وراءه أثرا من الدخان مثل رود رانر لانتقام اللعين. بطلنا يركض بأقصى سرعة عبر الغابة ملتزما تماما بتعقب هدفه التالي. يؤكد أن محطته الأولى هي مملكة نورديا وعيناه تصرخان: أنا هنا لأحطم الأشياء، وها نحن في مملكة نورديا. المحطة التالية في جولة القتل العالمية لبطلنا نصل إلى شارع النقابة، وهو مليء بالشخصيات المشبوهة بما في ذلك رجل لديه لاما كابوسية. وأول ظهور لبان هو إعادة ترتيب وجه وغد مسكين بقبضته. الناجي من تلك اللكمة هو الآن أفضل صديق جديد لبان لجمع المعلومات. الرجل يفشي السر عن سيدة تدعى آنا دولتون التي لديها المعلومات التي يحتاجها. بن يقول لهم عبارة كان بإمكاننا التحدث فقط بينما يقف على جثثهم. السخرية لا تصل إليه. بطلنا يشكر الموتى على تعاونهم ويبتعد. خدمة العملاء من الدرجة الأولى. إنه يخطط بالفعل للعثور على هذه الفتاة آنا، لعلموا أنه لا يستطيع إضاعة أي وقت. ونرى ومضة من الماضي إلى الأمس، والذي كان على ما يبدو قنبلة طاقة شيطانية هائلة. الومضة تظهر نوعا من دوامة فوضوية تمتص الأرواح. نعم، هذه هي خدعة بطلنا الجديدة. ما نبان تخرج عن السيطرة تماما. ويبدو أن سجنه الذي دام 1000 عام كان له ضمان انتهت صلاحيته للتو. ونحصل على درس علمي عشوائي حول أن المانا هي غبار فضائي. شكرا أيها الراوي، هذا مفيد جدا. الآن تستمر المعلومات عن القصة، عن كيف يستخدم الناس هذا الغبار الفضائي للحصول على قوة سحرية. هؤلاء المستخدمون للسحر يدعون سحرا. نعم، لقد فهمنا هذا الجزء نوعا ما، شكرا. إذا خرجت المانا عن السيطرة فإنك تنفجر ببساطة. بطلنا هو في الأساس قنبلة نووية تمشي وتتحدث الآن بأن يحاول كبح الانفجار بيديه العاريتين. حظا موافقا في ذلك يا صاحبي، وكلا لم يستطع كبحه. المنطقة بأكملها ذاقت طعم قنبلة غضبه التي عمرها 1000 عام. القنبلة كبيرة جدا لدرجة أنها ربما تكون مرئية من الفضاء. صاحبنا لا يقوم بمداخل خفية. بطلنا على الأرض يلهث في وسط حفرته الخاصة بعد أن نجا من انهياره الخاص. يصف ذلك بالنجاة بأعجوبة بأكثر نظرة مجنونة على وجهه. تعريف هذا الرجل للنجاة بأعجوبة مرعب، بأن يدرك أن المانا الخاصة به مختومة في الغالب، لذا لم يعد بإمكانه تفجير كل شيء بمزاجه. إنه قلق من أنه إذا بالغ مرة أخرى فسوف ينفجر بكل بساطة. ميزة التدمير الذاتي ليست مثالية. وبينما هو يخطط يظهر رجل ضخم الجثة ليسد طريقه. الرجل الضخم يطلب من بطلنا التحرك، غير مدرك تماما أنه يتحدث إلى شيطان عمره 1000 عام. هذا الرجل الذي يبدو أن اسمه شارلوت جيني يطلب من بانا أن يغرب عن وجهه لأن أنا دولتون هنا. عينب أنت المعان. أوه، إذا هذا هو المكان الذي كان يبحث عنه. حان وقت خط المجاملات. بطلنا يدخل في وضع الجنون الكامل، سعيدا لأن حارس هدفه الشخصي قد قدم نفسه للتو، وهو يقدم قبضته إلى تجويف صدر شارلوت. هذا كل ما في الأمر بالنسبة للمدخل الهادئ. نعم، شارلوت لا يمر بيوم جيد. صاحبنا تحول إلى كعكة بريتزل البشرية بأن يمر بجانب الجثة وكأنه يخرج القمامة ويقول إنه بحاجة إلى قيلولة. بطلنا يدخل حماما ضخما ويبدو أنه اقتحم حفلة غريبة جدا وميتة جدا. طاقم معصوب الأعين يسألون ما الأمر، غير مدركين تماما أن صاحبهم جيني أصبح الآن قطعة فنية حديثة في الخارج، بأن يسأل مباشرة عن كاسيراك متخطيا كل المجاملات لأنه في جدول زمني ضيق. شخص ما خارج الشاشة يغضب حقا. لقد قال الكلمة السحرية مهددا بمحوه من الوجود. الزعيمة هي سيدة تسترخي في حوض استحمام ساخن، وبانا يؤكد أنها هي التي تملك المعلومات التي يحتاجها. سيدة الحمام آنا ليست منبهرة وتأمر أتباعها بالذهاب وإعادة ترتيب وجه بطلنا. ونحصل على المقدمة الرسمية. آنا دولتون، تاجرة المعلومات رقم 1. نعم، إنها هي. طاقم معصوبي الأعين يزيدون من قوتهم ويبدو أنهم على وشك التحول إلى سوبر سايان على صاحبنا. أحد الأتباع يجهز لكمة تتوهج ببعض الطاقة الخطيرة. طاقة أنت على وشك الموت. هذا المهرج يضع كل قوته في هذه اللكمة.
محاولا تحويل بطلنا إلى ضباب أحمر ناعم. لكمة التابع معصوب العينين تستدعي رأس ذئب شيطاني أرجواني عملاق. حسنا، هذا شيء جديد. أوه، إنها قطيع كامل من الذئاب الشيطانية ذات الثلاثة أعين. طاقم معصوب الأعين هم من حب الفرات. تأكد الأمر، قطيع الذئاب بأكمله يندفع نحو بطلنا مثل مجموعة من توربيدات الفرة بأن يفاجئنا بمونولوج. أريد أن أناقش هذا الأمر. نعم بالتأكيد يا صديقي، ومحادثته هي مجرد لكم ولرجل ذئب في وجهه اللعين. دبلوماسية كلاسيكية. اللكمة تخترق صدر الرجل مباشرة. هذا كل ما في الأمر بالنسبة لتلك المحادثة، بأن يجهز بالفعل لهجوم آخر شاكيا من أن التحدث صعب. هل تظن بطلنا يرتدي وجه القتل الخاص به؟ يبدو غير منبهر تماما بقطيع الذئاب. انه يصفع رجل ذئب اخر بظهر يده بشكل عرضي محطما جمجمته بالكامل. هذه مجرد مكافحة آفات بالنسبة له. وينهي على الأخير بركلة دوارة ترسل إلى المدار. ثلاثة سقطوا بكل سهولة ويسر. بطلنا يهبط بذراع الشيطانية الظاهرة بالكامل، ويبدو أنه مستعد للطبق الرئيسي بأن يزيد من قوته، ويبدو متوحشا تماما. نعم، مرحلة الكلام انتهت بالتأكيد الآن. آخر رجلين من الذئاب ينظران إلى بعضهما البعض وكأنهما يقولان يا أخي هل نحن على وشك الموت؟ نعم أنتما كذلك. وبطلنا يطلق نفسه مثل صاروخ كروز بحجم دشيبي. سيكون الأمر فوضويا. إنه يطير في الهواء. على وشك تعرف آخر اثنين من محبي الفراء بألف عام من الألم، وهي اللقطة الحاسمة. لكمة مباشرة في وجه رجل الذئب الأخير الغبي. اللكمة تصيب وتحول النصف العلوي بأكمله من هذا المهرج إلى ضباب أحمر. كانت لكمته قوية لدرجة أنها أحدثت ثقبا لعينا في السقف. صاحبنا مهندس معماري للعنف. بأن يهبط دون خدش، ويبدو كأنه أنهى للتو تمارين الإطالة الصباحية. يلتفت إلى سيدة الحمام آنا ويسأل إذا ماذا الآن؟ فوق البقايا المتصاعدة من طاقمها، بأن يسأل سيدة الحمام إن كانت مستعدة للتحدث بسلام. الآن بعد أن أصبح طاقمها بأكمله بقعة حمراء على الأرض. سيدة المعلومات آنا تعترف بأنه ساحر، لكنها تقول إن كاسيراك قد رحل منذ فترة طويلة. إنها تحاول التصرف بقوة بعد أن تم سحق فرقتها بأكملها. بطلنا يسأل إلى أين ذهب هدفه، ويبدو سعيدا جدا بالنسبة لرجل ارتكب مذبحة للتو. أنا ترد عليه بأسلوب أنا مجرد تاجرة قائلة لا نقود لا معلومات. خطوة جريئة لشخص أعزل تماما بأن يسأل بالفعل عن السعر، وأنا مصدومة من أنه لن يستمر في لكم الأشياء. بطلنا يحاول استخدام ورقة لقد كان دفاعا عن النفس بينما يعرض الدافع. نعم لا أحد يصدق ذلك يا صاحبي. سيدة المعلومات تطلب منه 10,000 قطعة ذهبية. إنها تختبر حقا حدود مفاوضاته السلمية بأن يعترف بأنه مفلس، وأنا تدرك أنه ليس شخصا يساء فهمه، إنه مجرد مختل بلا مال. سيدة الحمام تطلب منه أن يغرب عن وجهها إذا لم يستطع الدفع. لديها شجاعة، أعترف بذلك. بطلنا يسأل إن كان عليه فقط أن يدفع، وأنا تتساءل من أين بحق الجحيم سيحصل على المال. سيدة الحمام أنا تصبح فضولية وتسأل لماذا يبحث عن كاسيراك بوجه القتل هذا. إنها تخمن السبب مباشرة وتسأل إن كان كاسيراك قد قتل عائلته أو شيئا من هذا القبيل. بطلنا يطلب منها أن تهتم بشؤونها الخاصة ويخرج. هو ليس هنا لجلسة علاج نفسي. يوجه لها نظرة شيطانية كاملة مهددا بتمزيق، فماها إذا استمرت في الكلام. سيدة الحمام تراقبه وهو يغادر غير متأثرة على الإطلاق بالتهديد بالقتل. إنها مختلفة. إنها تبتسم في الواقع وتصفه بالجريء. نعم، من الواضح أنها معجبة بأجواء القاتل المتشرد. إذا خطة بطلنا للحصول على المال هي أن يصبح مرتزقا. مرحبا بكم في اقتصاد العنف الحر. لقد سجل رسميا ويسأل بالفعل متى يمكنه البدء في تحطيم الجماجم مقابل المال. رئيس النقابة يطلب منه أن يهدأ لأن المبتدئين لا يحصلون على وظائف على الفور. عليه أن ينتظر دوره. بطلنا يشعر بالملل بالفعل، مدركا أنه يجب عليه الكدح من أجل المال، وبدلا من مجرد شق طريقه باللكمات إلى المعلومات. بطلنا يعترف بأن خطته الأولى كانت مجرد تهديد سيدة المعلومات. نعم، هذا هو بطلنا ذو العقل الأحادي. يدرك أن سيدة الحمام هي في الواقع شخصية قوية، ويقرر عدم خوض هذا القتال. لحظة نظرة من التفكير التكتيكي. تظهر شخصية جديدة مقنعة تبحث عن توظيف مرتزق مبتدئ. مصادفات الحبكة لذيذة. رأينا بأن مثبتتان. يمكنك رؤية التروس تدور في دماغه الذي يبلغ من العمر 1000 عام. رئيس النقابة المخيف يشير إلى أن بان هو المرشح المثالي. هذا الرجل هو أغرب خاطبة على الإطلاق. الفتاة المقنعة تلتفت إلى بان وهو يؤكد أنه الرجل الجديد. أسرع مقابلة عمل في العالم جارية. تسحب غطاء رأسها كاشفة أنها فتاة، وتقول إن الوظيفة بسيطة. كلمات أخيرة مشهورة، إنها تريد فقط حارسا شخصيا ليوم واحد، ونعرف اسمها ليون آرتي. حسنا، فتاة جديدة في الحي. بأن يقف هناك عاجزا عن الكلام. ربما يكون صاحبنا مربكا لأنه لم يلكم شيئا بعد. رئيس النقابة المخيف يلقي نكتة عن حي الضوء الأحمر، وبان يقفز للدفاع عنها فورا. يا أخي لقد اتقيتما للتو. ليون آرتي توضح أنها توظف حراسا شخصيين. ليس أيا كان ما يلمح إليه رئيس النقابة المخيف بأن يرفض الوظيفة على الفور، قائلا إنه لا يريد صاحب عمل مجنون. يا أخي أنت المجنون. رجل أصلع ضخم يحاول أخذ الوظيفة، واليون تذكر سعر 10,000 قطعة ذهبية. بطلنا يسمع ذلك الرقم السحري ويتوقف في مكانه فورا. إذا هو مهتم الآن.
الفتاة الجديدة ترفض الرجل الأصلع الضخم قائلة إنها تحتاج إلى مبتدئ بوجه جديد للوظيفة. الرجل الأصلع الضخم يلمسها محاولا إجبارها على توظيفه. هذا قرار سيء مؤكد. بأن يتدخل واصفا الرجل بالبيتبول. حسنا، هو على وشك كسب ذلك الراتب حتى قبل أن يتم توظيفه. بطلنا يطلب منه أن يبتعد، والرجل الضخم لا يعلم تماما مع من يعبث، بأن يدخل في وضع الجنون الكامل، واصفا إياها بصاحبة عمله الثمينة. صاحبنا ملتزم بالتمثيل من أجل تلك 10,000 قطعة ذهبية، ونرى ومضة عشوائية لقرية محترقة. نعم، هذه الفتاة الجديدة لديها ماض ثقيل. الومضة تظهر بعض الأتباع يشكون منها بالمدنيين بعد مذبحها. راق جدا يا رفاق. هؤلاء المختلون أنفسهم يخططون الآن لاختطاف الفتاة الجديدة ليون آرتي، ولهذا السبب هي توظف. الزعيم ذو المظهر الوحشي يطلب من تابعه تعليق جثة كتحذير. هذا الرجل يحب وظيفته، وها هو التحذير. رجل تم تحويله إلى عمل فني حديث من الألم. التابع على وشك تنفيذ الأوامر، لكن الزعيم الوحشي يوقفه. هذه ليست علامة جيدة أبدا. الزعيم الوحش ميركل يزيد من قوته ببعض طاقة الأشرار الحمراء الكلاسيكية، إنه يشعر بالإبداع. ميراكل يرفع الجثة كدمية ويخبر تابعه أن هذا ليس ما كان في ذهنه. هذا المختل يقرر أن جثة واحدة مصلوبة ليست كافية لرؤيته الفنية، ونعم سيقوم بتشريح تابعه الخاص لعمل طقم متطابق. قسم الموارد البشرية لدى هذا الرجل كابوس. تنتهي الومضة بلقطة للقرية المحترقة. نعم، لدى ليون أسباب وجيهة جدا لتكون مصابة بجنون الارتياب، وهذا آخر شيء رآه بيتبول قبل أن تطير أسنانه إلى المدار. لقد اختار العنف حقا مع الرجل الخطأ. الفتاة الجديدة ليون تتعرق فقط. ربما تتساءل إن كانت 10,000 قطعة ذهبية كافية لتوظيف شيطان حقيقي، وهي اللقطة الحاسمة. بطلنا بانا قدم قبضته للتويل القفص الصدري الكامل لذلك الرجل. ننتقل إلى حانا، حيث يتناول بطلنا وصاحبة عمله الجديدة وجبة هادئة، أو هكذا يبدو. ليون تفقد صوابها تماما. تسأل كيف من المفترض أن تأكل بينما بأن يحدق بها بنظرة ميتة. ذلك لأن بطلنا يستخدم رجل البيتبول ككرسي بشري العين. هذا عدم احترام من مستوى آخر، بأن يعرض عليها دورا على المقعد اللحمي وهي تتوسل فقط لفك قيودها. الرجل خطر. ليون تدرك أنه على الرغم من كونه مختلا تماما، بأنه هو بالضبط نوع المرتزق المجنون الذي تحتاجه لهذه الوظيفة. بطلنا يشك من أن كرسيه البشري كان ناعما جدا، بينما تطلب منه ليون التوقف عن معاملة الناس كأثاث بأن يبدأ في العمل أخيرا. ويسأل رئيسته الجديدة إلى أين تتجه رحلة القتل المتشردة هذه. الفتاة الجديدة ليون تشرح الخطة. مهمة مرافقة بسيطة إلى المملكة المجاورة، حوار بأن الداخلي يصرخ احتيال، متسائلا لماذا تدفع هذه الوظيفة البسيطة كل هذا المبلغ. بطلنا يحسب الأرقام مخمنا أنها إما من العائلة المالكة هاربة أو مجرمة مطلوبة. ليون ترد عليه بعذر أبي غني فقط، ووجهها يقول إنها تكذب بوقاحة. إنهما يتبادلان نظرات صامتة، ويمكنك أن تشعر بالتوتر الذي يقول أعلم أنك تكذب. الفتاة الجديدة تتحدى خداعه، مهددة بتوظيف شخص آخر إذا استمر في التذمر، بأن يستسلم على الفور. يرتشف الشائك رجل نبيل بينما تصف في رأسها بالوغد. تسأل متى يغادران، وبطلنا يصبح جادا فجأة ومستعدا للمغادرة على الفور. صاحبنا يدخل في الوضع الاحترافي الكامل قائلا انه لا يستطيع اضاعة وقت عميلته الثمين. ليون مصدومة قليلا من حدته المفاجئة، لكنها توافق على الخطة. هي في انتظار رحلة قمحة. وننطلق إلى سلسلة جبال غاسيوسو. يبدو هذا مكانا رائعا لكمين. بطلنا ورئيسته الجديدة ليون في رحلتهما الصغيرة للقتل المتشرد. كم هو مؤثر بأن يقول إنهما في منتصف الطريق، وليون سعيدة فقط بكونها على قيد الحياة حتى الآن. الفتاة الجديدة تتساءل بالفعل إن كانت قد وظفته من أجل لا شيء. لقد جلبت النحس للتو، يا لك من عبقرية. وهكذا يوقفها بأن في مكانها. الجزء السلمي من الرحلة قد انتهى. ليون تسأل ما الأمر، وبطلنا يرد عليها بششش إنه في حالة تركيز الآن. حواس القتل لدى بان تعمل، مؤكدا أنه يستطيع الشعور ببعض المانع في مكان قريب، ونرى حركة غير واضحة بين الأشجار. نعم، لقد وصلت لجنة الترحيب. بطلنا يؤكد أنه يسمع خطوات، وهم ليسوا هنا للسؤال عن الاتجاهات، بأن يعد 4 أعداء يندفعون نحوهم. حان الوقت لبطلنا أن يكسب تلك 10,000 قطعة ذهبية أخيرا. قائد فرقة الكمين ذو المظهر الوحشي يندفع، ويبدو أنه على وشك إفساد يومهم بأن يطلق طلقة تحذيرية ويخبر المتلصص أنها عادة سيئة. صاحبنا لديه حس دعابة. بطلنا يبدو متوحشا تماما، مستعدا لتعريف هؤلاء المهرجين ب1000 عام من الألم. الرجل الوحشي يطير في الهواء بسبب الانفجار. كانت تلك مجرد لمسة حب صغيرة للترحيب. الزعيم يؤكد أن ليون من عائلة ليون ويريدها حية. إذا قصتها كانت هراء تاما، بأن يخبر ليون أن تلك كانت مجرد طلقة تحذيرية. الحفلة الحقيقية على وشك أن تبدأ. بطلنا ورئيسته الجديدة يختبئان في الأدغال، ومنتظرين القفزة المرعبة الحتمية. حواس القتل لدى بان تعمل مرة أخرى. إنه يعلم أنهم قريبون، وها هم القتلى يخرجون من بين الأشجار. لجنة الترحيب وصلت رسما بأن يعترض فورا أحد الأتباع.
لكم عادية، حان وقت كسب ذلك الراتب. عينبا تتوهجان بينما يحاول نينجا مزيف الانقضاض على رئيسته الجديدة ليون. بطلنا يصد شفراتهم بيديه العريتين العينتين بكل بساطة. تدريب الألف عام يؤتي ثماره، ويتبع ذلك بروكلا. ترسل المهرج الأول إلى البعد التالي. الزعيم الوحش يشحن نوعا من الكاميهاميها ويبدو غاضبا حقا لأن أتباعه يسحقون بأن يتحول إلى خلاط بشري ويقضي على فرقة الكمين بأكملها وكأنها تمرين خفيف. آخر تابعين يحدقان فقط، مدركين أنهم أحضروا سكاكين إلى قتال شيطان حقيقي. بطلنا يفعل ذراعه الشيطانية ويخبر رئيسته الجديدة أن الإحماء قد انتهى رسميا. يطلب من ليون البقاء في الخلف ويدخل في وضع المتكبر المظلم. القتال الحقيقي على وشك أن يبدأ. ليون تقول نعم يبدو جيدا، مرعوبة تماما من حارسها الشخصي المختل الجديد بأن يسأل المهرجين المتبقين إن كانوا قطاع طرق أيضا. هو على وشك أن يعاملهم بنفس الطريقة. النينجا المزيف يحاول التفاوض ويطلب من بان ترك الفتاة والرحيل. بطلنا يرد بطلب 10,000 قطعة ذهبية والتابع يصف بالأحمق، خطأ كبير. وهكذا يطلق بين نفسه عليهم مثل صاروخ كروز العين. يتحول إلى خلاط بشري ويضربهم بوابل من اللكمات بسرعة لدرجة أنهم لا يستطيعون رؤيتها. صاحبنا يلعب البينبول بوجوههم دون أن يتعرق حتى. أذرعهم تتحطم عند الاصطدام. نعم هم لا يصدون أيا من هذا بأن يقف هناك ويبدو عليه الملل بعد تحويل رجلين إلى ضباب أحمر ناعم بيده العارتين. التابعان يطيران في الهواء وقد سحقا تماما بالضرب من جانب واحد ويسقطان على الأرض وقد تم حذفهما رسميا من القتال. كانت تلك مهمة تنظيف سريعة. الزعيم الوحش يراقب من بعيد معتقدا أنه مجرد طفل. يا لك من ساذج. بان في وضعية القتال مدركا أنه كان قلقا من أجل لا شيء. هؤلاء المهرجون ليسوا في مستواه. بطلنا يشعر بالإهانة في الواقع من مدى غباء الزعيم الوحش. عدم الاحترام واضح تماما. النينجا المزيفون يحاولون الانقضاض عليه لكن صاحبنا يتسلل بينهم بالفعل مثل شبح العين بأن يطلق وابلا من اللكمات محولا الهواء إلى خلاط من العنف الخالص غير المغشوش. نرى لقطة مقربة للقبضة التي يبلغ عمرها 1000 عام والتي على وشك إنهاء بعض المهن بشكل دائم، وهو يوجه لكمة نووية لعين على الفرقة بأكملها. طاقم التنظيف سيحتاج إلى ممسحة. الزعيم الوحش يشحن هجومه القوي من بين الأدغال. كرة حمراء متوهجة. كم هو مبتكر. الكاميهاميها تزداد حجما. هذا المهرج يعتقد حقا أن هذا سينجح مع بطلنا والنتيجة هي حكومة من الأحذية الممزقة. يا أخي لقد أخطأت كل شيء وكل شخص بأن يقف هناك واصفا إياهم بأنهم عديم الفائدة. ليون في الخلف تحصل على ترفيه بقيمة 10,000 قطعة ذهبية. الفتاة الجديدة ليون تعاني من أزمة كاملة وتتساءل كيف يكون هذا الطفل قويا إلى هذا الحد. لا تزال تفكر في أن والدها كان سيتحمس لرؤية هذا وهو شيء غريب جدا للتفكير فيه في منتصف مزبحة. بطلنا يستشعر مان الزعيم الأخير ونحصل على معلومة سريعة عن مستويات القوة بأن يرتدي ابتسامة مختلة سعيد لأن المهرج الأخير قرر أخيرا الظهور في الحفلة. الزعيم الوحش يكشف عن نفسه أخيرا ويخطط بالفعل لتشريح بطلنا لمعرفة قوته. ونحصل على المقدمة الرسمية لهذا المختل، عالم التشريح المجنون ميركل. نعم الاسم مناسب له. هذا المهرج يعرض تشريح بأن دون ألم إذا تخلى عن الفتاة وبطلنا لا يوافق على ذلك. الزعيم الوحش يغضب ويبدأ في شحن الكاميهاميها القوية. كم هو مبتكر بأن يلتفت ببساطة إلى عاملته ليون في منتصف تسلسل شحن هجوم هذا الرجل الأقوى ويفاجئها بأنت كاذبة أليس كذلك؟ بينما يبتسم كالمجنون تماما. الفتاة الجديدة ليون تفقد صوابها تماما. محاولة اختلاق كذبة جيدة على الفور بأن يمسكها من غطاء رأسها ويطلب منها التوقف عن الهراء لأنه ليس في مزاج لذلك وهو يقذف عميلته في الهواء قائلا إنه غير مهتم بأعذارها. ليون الآن قمر صناعي أنويلينغ ربما تندم على كل قرار أدى إلى هذه اللحظة. الزعيم الوحش ميركل يفقد صوابه تماما. يصرخ على بان لرمي هدفه. صدر هذا المختل لينفتح ليصبح حفرة سارلك لعينه ويشحن شعاع موت هائل. بطلنا يوجه له نظرة ميتة غير منبهر تماما بعرض الضوء الذي يقدمه الشرير. والزعيم الوحش يطلق هجومه الأقوى معتقدا أنه على وشك تحويل بيني إلى ضباب أحمر ناعم زوج من الأحذية يهبط بعد الانفجار. يا إلهي هل تم محو بطلنا من الوجود للتو كلا بأن يسترخي في الطرف الآخر من ود جديد غير متأثر تماما بالقنبلة النووية. الفتاة الجديدة ليون تصرخ على بان لأنه كاد يتسبب في مقتلها بينما يبدو الزعيم الوحش غاضبا بنفس القدر. لا تزال تصرخ بأنها صاحبة عمله وبطلنا يقف هناك وكأنه ينتظر حافلة. الزعيم الوحش منبهر في الواقع مدركا أن بان محترف في تفادي أشعة الموت. بان يدرك أنهم يريدونها حية وكاد أن يسميها ماله قبل أن يصحح نفسه إلى صاحبة العمل. يهبط بجانب ليون ويخبرها أنه سيتجاهل أكاذيبها في الوقت الحالي وهي لا تزال في حالة انهيار. بطلنا يخبر عميلته أنه على وشك رميها وهي في لحظة انتظر ماذا كاملة يمسك بها ويخبرها ألا تقلق لأنها لن تموت. نعم هذا مطمئن للغاية يا صاحبي. وهو يقذف عميلتها عبر الغابة اللعينة مثل صحن فريسبي بشري. ليون تصرخ بأعلى صوتها وهي تحلق في الهواء. أفضل خدمة حراسة شخصية على الإطلاق. الزعيم الوحش غاضب تماما
ويزيد من قوته لأن بان رمى جائزته للتو. هجوم الزعيم الوحش القوي يخلق انفجارا هائلا، حيث كان بان هذا المختل يحاول مطاردة ليون، لكن بان يعترضه في الجو مثل طائرة F-16 لعينة. بطلنا يقدم قبضته إلى وجه الوحش. الضرب من جانب واحد قد بدأ رسميا بأن يهبط بشكل مثالي مستعدا لمواصلة السلسلة دون إعطاء هذا المهرج لحظة واحدة للتعافي. صاحبنا يستعرض عليه ويضربه بهجوم دوار هو عدم احترام خالص غير مغشوش، انه مجرد طيف من الحركة يحول عالم التشريح المجنون هذا الى كيس صراع لحمي شخصي له، وها هي لكمة الجسد لكمة قوية جدا. ربما أعادت ترتيب أعضاء هذا الرجل الداخلية. الزعيم الوحش يهبط على قدميه في الواقع ويبدو مستقرا جدا بعد ذلك الضرب المبرح. هذا المختل يضحك مرتبكا لأنه اعتقد أن هجومه قد أصابه، لكن شيئا ما صدى بأن لديه تلك النظرة التي تقول ليس لديك فكرة مع من تعبث. القتال الحقيقي بدأ للتو. الزعيم الوحش ميركل لا يزال في رحلته. سأقوم بتشريحك يا أخي. ابحث عن مونولوج جديد ونحصل على معلومة عن قوته. رون التحريك الذهني. إذا هو وحش نفسي عظيم. هذا المختل يطلق موجة صدمة حركية ذهنية. حسنا، إذا هو يمتلك القوة ولكنه شرير. وبطلنا يقذف في الهواء. يبدو أن هذا المهرج يستطيع بالفعل إثبات بعض من كلامه. الاصطدام كان انفجارا كاملا. نعم، هذا أكثر قليلا من مجرد دفعة لطيفة بأن يصد وابلا من اللكمات غير المرئية. هذا المختل يطلق اللكمات بعقله. بطلنا يتلقى الضربات ويدرك أن هذا الرجل يغلف قبضته بقوة حركية ذهنية خالصة بأن يتراجع بالفعل. هذه أول مقاومة حقيقية يواجهها منذ خروجه. وبطلنا يجهز لكمة خاصة به مستعدا ليره كيف تبدو القوة الحقيقية. اللكمة تصيب ميركل مصدوم تماما بأن صد هجوما نفسيا بقبضته العارية. قبضتهما تتصادمان محدثتين موجة صدمة ربما سجلت على مقياس ريختر. بطلنا يضع كل قوة 1000 عام في هذا ويبدو غير منزعج على الإطلاق. إنه في صراع قوة كامل. لكم حرفيا حقل قوة نفسي بيديه العاريتين. الراوي يؤكد أن هذا المهرج يصنع دروعا حركية ذهنية. إذن هو أحمق ذو قدرات ذهنية وقوة بأن الخام تقذف بالوحش الزعيم بعيدا. هذا هو مصير تلك القوة المتفوقة. بطلنا يعترف بأن القوة مزعجة لكنه يبدو أكثر مللا من أي شيء آخر. هذا المختل يبدأ في مونولوج حول كيف أن قواهما في مستويات مختلفة. يا صاح، لقد سحقت للتو. والآن يحاول تجنيد بطلنا معتقدا أن راتبا أفضل سيجعله يغير جانبه بأن يقول ببرود إنه يتقاضى 10,000 قطعة ذهبية. يا رجل، ولاؤه للراتب. يضحك الوحش الزعيم قائلا إن 10,000 مبلغ تافه وأن بان يتعرض للاحتيال. بان يسأل إذا كان الوصف الوظيفي لهذا المختل يتضمن سرقة المدنيين. إنه يختبره. الوحش الزعيم يسرد بفخر سيرته الذاتية الكاملة من جرائم الحرب. يا صاح، إنه يتباهى بكونه حثالة. وبطلنا يرمقه بابتسامة المختل. هذا المهرج يعتقد أنه كسبه إلى صفه. ميركل يضحك بقوة معتقدا أنه وجد شخصا يشبهه. ليس لديه أي فكرة على الإطلاق بأن يوضح أنه يضحك على نفسه لأنه تحدث مع هذا المهرج. دراعه الشيطانية تشتعل. إنه غاضب لأنه أضاع أنفاسه على حشرة. نعم، هذا الرجل أثار لديه اضطراب ما بعد الصدمة بشكل خطير. بطلنا يدخل في وضع الشيطان الكامل وعدا بتحويل هذا المختل إلى تحفة فنية حديثة من الدماء والأشلاء. الوحش الزعيم يغلي من الغضب واصفا بأن بالوغد لرفضه عرض السخي للشر وبين يطلق وابلا من اللكمات على الدرع النفسي. الضرب المبرح قد استؤنف رسميا. هذا المهرج لا يزال يصرخ بشأن دفاعه غير القابل للكسر. يا صاح، أنت على وشك أن تتعلم درسا مؤلما جدا. بطلنا يدخل في وضع الشيطان الكامل. يجهز لكم لاختبار ذلك الدفاع غير القابل للكسر. درع الوحش الزعيم النفسي يتعرض لضربات قوية من 1000 عام من الغضب الخالص غير المشوب، وهكذا يتحطم الدرع غير القابل للكسر إلى 1,000,000 قطعة. هذا هو مصير ذلك الكلام الكبير بأن لا يكتفي بكسر الدرع فقط، إنه يلكم مباشرة عبر الحطام ليسدد له الحساب. الوحش الزعيم يمر بلحظة توقف كاملة مدركا أنه على وشك أن يمحى. هذا هو وجه رجل تعلم للتو الفرق بين درع نفسي وقبضة شيطانية. اللكمة تصيب وهذا المهرج يسأل كيف، وكأن الإجابة ليست عنفا خالصا مركزا. نعم، هذه فجوة جديدة في صدره. يا رجل، إنه يشعر أخيرا بماهية اللكمة الحقيقية بأن يتبعها باللكمة أخرى تحطم جذع هذا الرجل بالكامل. الضرب المبرح مستمر وهو لم ينتو بعد. يتبعها بركلة ليضيف المزيد من عدم الاحترام إلى مجموعته. الوحش الزعيم يثور غضبا قائلا إنه لم يعد مهتما بأعضاء بان. لا، عرض العمل قد سحب. هذا المختل يشحن هجومه الكبير وهو يصرخ بشأن ثمن تجاه لرحمته. يا صاح، رحمتك كانت تدريبا على جرائم الحرب ويستدعي ضربة مدارية من السماء. هذا الرجل يحب عروض الأضواء حقا. إنه يصرخ لبطلنا أن يتحول إلى غبار. نعم، هذه جملة الأشرار الكلاسيكية ذات نسبة نجاح 0%. نحصل على اسم الهجوم رصاصة الدم الحركية الذهنية. إذن هي قنبلة نووية نفسية ضخمة. كم هذا مبتكر. لقطة أخرى لمشهد طبيعي هادئ قبل أن يمحى تماما من الوجود. المؤلف يحب هذه اللقطات. شعاع الموت يشق واديا جديدا عبر الغابة. هذا الرجل يسبب إزالة غابات خطيرة والشعاع يصيب بان مباشرة في منتصفه.
يبدو أن بطلنا قد يكون في ورطة هذه المرة. هذا المهرج لا يزال في مونولوجه، يتساءل كيف كسر بين قواه النفسية. يا صاح، ركز على القتال وليس على مشاعرك. وبطلنا يقف هناك يصد القنبلة النووية اللعينة بيد واحدة. عدم الاحترام أسطوري. الوحش الزعيم لا يزال يحاول فهم المعادلة، متسائلا كيف يمكن أن تكون مستويات قوتهما متقاربة، والشيطان بان الداخل يظهر لينعته بالوغد الغبي. نعم، كانت المعادلة خاطئة يا صاح. ميراكل يعاني من خطأ كامل في النظام، مدركا أنه اختار القتال مع إله دمار حرفي. بطلنا يسدد ضربة نظيفة، وهذا المختل يدرك أخيرا من هو الوحش الحقيقي هنا، بأن يوجه له أمرا من كلمة واحدة ليسقط. عدم الاحترام جميل بكل بساطة، ينهي الجملة بإلى الجحيم، وبأبرد ابتسامة رأيتها في حياتي. يا رجل، إنه شاعر العنف، ونحصل على معلومات عن قصته حول رون آشورا. قفازاته تمحو المادة حرفيا. أوه، هذا يفسر كل شيء. بطلنا يطلق العنان لضرب مبرح كامل، وكل لكمة هي مصرع جسيمات العين. هذه هي الضربة القاضية، ضربة مباشرة على وشك إعادة ترتيب وجود هذا المختل بالكامل، وهكذا يحوله بأن إلى رذاذ أحمر ناعم. هذا هو مصير ذلك عالم التشريح المجنون. بطلنا يهبط بعد القتال، ويبدو وكأنه أنهى للتو جولة ركض خفيفة، بدلا من محو رجل من الوجود إنه يلف ذراعيه بالفعل. روتين الرجل بعد القتال أكثر احترافية من وظيفته الفعلية، بأن يقف في منتصف الوادي الجديد الذي خلقه. مهارات يا رجل في تنسيق المناظر الطبيعية من مستوى آخر. المنظر الجوي يظهر حجم الضرر الهائل في الممتلكات. لم يفز بالقتال فحسب، بل أعاد تشكيل التضاريس، وهو يشحن طاقته مرة أخرى ويبدو غاضبا. أوه نعم، يتذكر أن عميلته كذبت عليه بأنه مستعدا للذهاب للعثور على ليون ومضغها حتى الموت. قسم خدمة العملاء في هذه الوظيفة قد انتهى رسميا، ونحصل على معلومات أخرى عشوائية عن فنون الرون. يا صاح، كنا على وشك أن نرى استجوابا. الراوي يتحدث عن كل القوى المختلفة، من التحول إلى مجموعة سكاكين إلى العبث بالزمن، المزيد من التباهي بالقوى التي يمكنها شق الجبال. نعم، لقد رأينا بطلنا يفعل ذلك بلكمة واحدة، لقطة خلابة لسلسلة جبال، فقط لتذكيرنا بما يمكن لهؤلاء المختلين فعله بالمناظر الطبيعية. الراوي لا يزال يعطينا درسا علميا لعينا عن غبار الفضاء السحري، ونحصل على اللقب الرسمي لقوة بطلنا أسوأ فن رون في التاريخ. نعم، هذا منطقي. المؤلف يحاول أن يكون دراميا، لكن بطلنا في طريقه لاستجواب عميلته. لقطة أخرى لمشهد طبيعي جميل، الطريقة المفضلة للمؤلف للانتقال بعد مذبحها على الطراز القديم. بطلنا يهبط باحترافية قائلا أنت بأمان، وكأنه لم يستخدمها كطبق فريسبي بشري. الفتاة الجديدة ليون تفقد صوابها تماما، تسأله إذا كان مجنونا لتلك الرمية. بان يمسك بها على الفور ويسكتها في منتصف صراخة. تمثيل خدمة العملاء انتهى رسميا. يرمقها بنظرة المختل الكاملة سائلا عما تخفيه. حان وقت استخلاص المعلومات بعد المهمة، ويسقط الأمر ببساطة قائلا إنه لا يهتم طالما إنه يحصل على أمواله. يا رجل، كل همه هو المال. ليون تسلمه 10,000 قطعة ذهبية. يوم الدفع يا حبيبي. الآن يمكنه الذهاب للتحدث مع سيدة الحمام بأن يأخذ نقوده ويغادر على الفور، لكن الفتاة الجديدة ليون تحاول إيقافه. بطلنا يستدير بأكثر وجه رأيته في حياتي، يقول ماذا بحق الجحيم تريدين الآن؟ وهي تتراجع جبنا وتخبره أن ينسى الأمر. يا فتاة، لا يمكنك قطع حديث هكذا. ليون تتحدث مع نفسها عن عدم رغبتها في جر مرتزق شاب إلى حرب. يا سيدة، إنه شيطان عمره 1000 عام. تلقي عليه نظرة أخيرة وكأنها البطلة في فيلم رومانسي حزين، وتنطلق إلى دراما عائلتها، تاركة بطنا لخططه كقاتل متجول. عدنا إلى مخبأ سيدة الحمام. حان الوقت أخيرا للحصول على تلك المعلومات، بأن يلقي ب10,000 قطعة ذهبية على الأرض، وأنا تبدو متغطرسة للغاية. يطالب بالمعلومات، لكن سيدة الحمام تقول إنها ستأخذ النصف فقط. أوه، هذا فخ. بطلنا لن يقبل بهذا. يسأل عما تتحدث عنه بحق الجحيم. الرجل يريد فقط أن يدفع ويغادر. سيدة الحمام تعترف بأنها لم تتمكن من العثور على كاسراك مباشرة، قائلة إن الرجل شبح. هذا هو مصير الصفقة البسيطة. تعرض عليه جائزة ترضية بدلا من ذلك. معلومات عن شخص قد يعرف مكانه. هذه الشروط الدقيقة للصفقة. أنا تسأل إذا كان قد سمع عن مجموعة مرتزقة تدعى تيجاي، وبطلنا جاهل تماما. ونحصل على معلومات القصة. تيجاي هي شركة شريرة كاملة متخصصة في كل جريمة حرب في القائمة. المفاجأة الكبرى، كاسراك هو الرئيس التنفيذي اللعين لهذه المؤسسة من القتلى المتجولين. الحبكة تتعقد. طاقم هذا المختل أصبح كبيرا جدا في 5 سنوات، لدرجة أنهم يستطيعون تحريك ممالك بأكملها. يا رجل، لقد كان مشغولا. سيدة المعلومات تشرح لماذا من الصعب جدا العثور على الزعيم النهائي. لديه إمبراطورية شريرة كاملة تخفيه، لكنها تتباهى بمهاراتها، قائلة إنها وجدت أحد كبار مسؤوليه التنفيذيين، الفتاة التالي على ضرب الانتقام. تريه ملصق المطلوبين للهدف التالي، رجل ذو ندبة كبيرة على وجهه. ونحصل على المقدمة الحماسية، إنه قاتل محترف لديه رون التخفي، وسجل قتل مثالي. يبان يجمع القطع معا. هذا المهرج الجديد هو الخطوة التالية في قائمة الانتقام. بطلنا يسأل على الفور عن الموقع، وعيناه تصرخان أحتاج للذهاب وتحطيم شيء ما.
سيدة الحمام آنا تكشف عن الموقع وكأنها ملكة الاستخبارات اللعينة، ونحن في طريقنا إلى مدينة فالهيلدا. الآن المحطة التالية في جولة القاتل المتجول العالمية قد حجزت. ننتقل إلى مقر عصابة ميركل، ويبدو أن شخصا ما قد أقام حفلة لعينة بالفعل. الداخل عبارة عن تحفة فنية حديثة من الجثث. شخص ما سبق بطلنا. آخر الناجين يحاولون الهرب وهم يصرخون بأعلى أصواتهم نعم، حظا سعيدا بذلك. ويتم محوهم واحدا تلو الآخر بواسطة قوة غير مرئية. هذا من عمل الرجل الجديد بالتأكيد. أحد آخر الأتباع يلمح شخصية وحيدة في الظلام. أوه، زعيم هذا المستوى النهائي قد ظهر. هذا المهرج يصرخ متسائلا لماذا يحدث هذا؟ يا صاح، أنت في عصابة جرائم حرب، ماذا توقعت؟ القاتل الجديد ذو الوجه المشوه يرد عليهم بجملة كنت أتبع الأوامر فقط، العذر الكلاسيكي لكل مختل. هذا الرجل الذي يتوهج مثل ضوء الليل أزرق هنا لإبلاغهم بأنهم فشلوا في تقييم أدائهم، يسأل عن المهمة من كيزروك. أوه، إذا هذا أحد التقارير المباشرة للزعيم الكبير. آخر ناج يصرخ بأنهم لم يحذروا بشأن بطلنا بان. نعم، هذه تفصيلة كبيرة جدا ليتم إغفالها. هذا المهرج يلوم القاتل على موت ميركل. يا صاح، أنت تتفاوض مع فريق التنظيف. القاتل يقدم اعتذارا فاترا معترفا بأنهم استهانوا ببطلنا أيضا. الناجي يفقد صوابه شاكيا من أن القضاء عليهم بسبب خسارة واحدة هو أمر مبالغ فيه. ذو الندبة يرد عليه بخطاب نحن جميعا مجرد قتلة. نعم، لا يوجد مكافأة نهاية خدمة في هذا النوع من العمل. آخر تابع يبدأ بالضحك كالمجنون. لقد أصيب بانهيار في النظام رسميا ويتحول إلى وحش كامل، وهو يصرخ تبا لذلك. هذا الرجل على وشك أن يتعلم ماذا تعني شكوى الموارد البشرية في هذه الشركة. آخر تابع يفقد صوابه أخيرا ويهجم مستعدا ليمحى من جدول الرواتب. بقية الناجين يحذون حذوه معتقدين أن عناق الموت الجماعي سينجح مع ممثل الموارد البشرية في الشركة. هذا المهرج يشحن رونيا الدي وهو يصرخ بأن ذو الندبة هو من سيموت. ذو الندبة يقف هناك غير متأثر على الإطلاق، بينما تأتي يد المان العملاقة لتعطيه تحية الموت. نحصل على لقطة رائعة للطاقم بأكمله وهو يقفز عليه. هذه لحظة، أنتم محبوسون هنا معي المعتمدة. القاتل يرد عليهم ببرود أعتذر مقدما. أوه، سيكون عديم الاحترام للغاية. اليد العملاقة على وشك أن تصفعه، والطاقم بأكمله في الهواء مستعد للهجوم الجماعي. وهكذا يختفي ذو الندبة مثل هوديني قبل الاصطدام مباشرة. صاحب اليد يعاني من خطأ كامل في النظام مرتبك تماما بشأن مكان ذهاب هدفه. إنه ينظر حوله في حالة من الذعر مدركا أن ليس فقط القاتل بل طاقمه بأكمله قد اختفى في الهواء. صاحب اليد يتصبب عرقا مدركا أنه حاول للتولكم شبح، وذو الندبة يظهر من خلفه ويبدو غير متأثر على الإطلاق بكل هذه المحنة. آخر شيء يراه هذا المهرج هو انعكاسه في بركة من دمه. هذا هو مصير ذلك التمرد. ونحصل على لقطة أخرى هادئة للقمر، المنظف المفضل للمؤلف بعد مذبحة على الطراز القديم. شخصية جديدة مقنعة تظهر لتفقد المذبحة وتسأل ذو الندبة إذا كان قد قضى على الجميع. ذو الندبة المغطى بالدماء يرد عليه بأسلوب ما رأيك؟ هذا الرجل ليس لاعبا جماعيا. الرجل المقنع يتراجع على الفور بينما يخبره ذو الندبة أن يغرب عن وجهه. خدمة العملاء ليست من نقاط قوته. الرجل المقنع يعطيه مهمة جديدة، العثور على المرتزق الذي قتل ميركل، واصفا رونات الغرز الخاصة ببان. ذو الندبة يدرك الأمر على الفور مدركا أن بطلنا هو هدفه التالي. لقد صدر الأمر بالقتل رسميا. الرجل المقنع يمدحه لسرعة بديهته، وذو الندبة يخبره فقط أن يخرس إنه جاد في عمله. ذو الندبة يقول إنه سيخبر الزعيم الكبير ثم يختفي ببساطة. هذا الرجل جاد في عمله، يده ملطخة بالدماء وهو يمسك بسيجارة، جرعة نيكوتين صغيرة. بعد المذبحة هي حركة أشرار كلاسيكية. الرجل المقنع يقف هناك وكأنه يقول يا إلهي، وهو يتفقد المذبحة. إنه هادئ جدا بشأن هذا الأمر. ذو الندبة يأخذ استراحة تدخين بعد نوبة غضبه الصغيرة. يا رجل، إنه يستمتع بعمله حقا. الرجل المقنع يصف رونات الغرز الخاصة ببطلنا لحشد كامل. ملصق المطلوبين قد نشر رسميا. ونعود مع بان الذي يخطط بالفعل لرحلته إلى المملكة التالية لمهماته القتالية. بطلنا ينظر بعيون القاتل سائلا عن اسم هدفه التالي، إنه مستعد لإضافة اسم جديد إلى القائمة. في هذه الأثناء يفكر ذو الندبة في نفس الشيء تماما بشأن بان. أوه، سيكون هذا مثيرا. ونحصل على الاسم الرسمي، هاوكسا. إذن هذا هو اسم المختل الذي سيقاتله بطلنا. ننتقل إلى زوجين عشوائيين يبدوان مرعوبين. هل هما الضحيتان التاليتان أم ماذا؟ ورحلة بطلنا تنقطع على الفور بواسطة دودة شيطانية عملاقة لعي بوجه جمجمة. هذا المختل لديه نوع الابتسامة التي تقول سأستمتع بهذا أكثر من اللازم. الزوجان العشوائيان متجمدان مدركين أنهما على وشك أن يصبحن وجبة خفيفة في منتصف الظهيرة. الدودة تفتح فمها واسعا للضربة القاضية. نعم، هذان الاثنان على القائمة بالتأكيد، لكن حركة سريعة تعترض. لابد أن بطلنا سمع أن شخص ما يمر بيوم سيء وقرر أن يجعله أسوأ. شعاع أحمر ضخم يرسم خطا جديدا في التراب. هذه هي نسخة بطلنا من الطلقة التحذيرية.
وهناك القبضة التي أطلقت 1000 جريمة حرب مستعدة لحل مشكلة أخرى بالعنف. بطلنا بأن يطيرك الخارق اللعين مستعدا لإعادة هذا الشيء إلى العصر الحجري بلكمة. اللكمة تتحول إلى مدفع مداري كامل والدودة تمحى تماما. هذا المختل يصرخ وهو يتبخر لكنه يشحن هجوما أخيرا يقول تبا لك. الزوجان العشوائيان بأمان لكنهما يقفان في وابل الحرف من أحشاء الوحش. أهلا بكم في الحي. وهذا هو آخر شيء رأته الدودة قبل أن يتم إعادة ضبط وجودها بالكامل. نعم بطلنا لم يقتلها فقط، لقد حولها إلى لوحة لجاكسون بولوك بأن يسأل إذا كان بخير. الفتاة سعيدة فقط لأنها ليست غداء الشيطان الآن. بطلنا يحذرهما من أن المنطقة بأكملها جحيم موبوء بالشياطين. نعم لا جديد يا شارلوك. يحاولان شكره فوق بقعة الدم الضخمة لكن بأن ليس هنا للدردشة. الطفلان يعرضان عليه وجبة في متجرهما. هذا يبدو لطيفا جدا بالنسبة لهذه السلسلة بأن يرفض على الفور قائلا إن لديه مهمته القتالية الخاصة ليقوم بها. الفتاة اليتيمة تعرض المساعدة متباهية بمعرفتها المحلية. هذا بدأ يبدو كفخ. بطلنا يذكر اسم الحانة التي يبحث عنها. هو على وشك الحصول على بعض المساعدة. الأطفال اليتامى مصدومون لأنه يبحث عن متجرهم تحديدا. نعم تسهيلات الحبكة أكثر من اللازم، أكثر ملائمة من العثور على مستخدم تشاريوك المثالي في إله المدرسة الثانوية. الفتاة تقدم نفسها على أنها يتيمة وأخوها. يا صاح اسمها حرفيا يتيمة. هذه علامة خطر واضحة. الأطفال يسألونه عن اسمه ويبدون بريئين ولطيفين. يا رجل هو على وشك أن يقدم نفسه لفخ مهمة جانبية محتمل. بطلنا يذكر اسمه بائن. بنظرة سأقضي عليك الكاملة. المهارات الاجتماعية ليست من نقاط قوته. الأطفال يخبرونه أن يثق بهم ونحصل على لقطة خلابة. هذا هو الهدوء الذي يسبق عاصفة العنف الحتمية. ومتجرهم هو كوخ مخيف في وسط اللامكان. نعم هذا ليس فخا على الإطلاق يا رفاق. يستقبلهما رجل آخر. جو العائلة السعيدة بأكمله يطلق كل أجراس الإنذار لديه. الفتاة يوتيما تشرح أنهم تأخروا بسبب شيطان. هذا إما منعطف لطيف أو كمين متقن للغاية. الرجل الأكبر سنا يصاب بالذعر والفتاة تشير إلى بان على أنه منقذهم. إنها هادئة جدا بشأن كل هذا الأمر. الرجل مرتبك وهي تخبره أن يذهب لتحية بطلنا. إما أن الفخ قد نصب أو أن المهمة الجانبية اللطيفة قد بدأت. الفتاة اليتيمة تقدم بطلنا الذي يقف هناك ويبدو وكأنه على وشك أن يفشل. في تفاعل اجتماعي الفتاة اليتيمة تؤكد أن هذا الكوخ المخيف هو المكان وهي تأمر بالفعل. الرجل الآخر يقودونه إلى الحانة الفارغة والجو المريح بأكمله يبدو كعلامة خطر ضخمة. بطلنا يسأل أخيرا السؤال الواضح متسائلا كيف تدير مجموعة من الأطفال عملا تجاريا في هذا المكان الجحيمي. الفتاة اليتيمة ترد عليه بجملة نحن مجرد معلين وابتسامتها مثالية أكثر من اللازم. حواس القتل لدى بطلنا تعمل. إنه يعلم أن هناك المزيد في قصة هذه العائلة الصغيرة السعيدة. تبدأ في سرد القصة المأساوية حول كيف أنهم جميعا عائلة مكتسبة من المنبوذين الذين مزقتهم الحرب. وهنا يأتي منتاج القصة الحزينة بدءا بالطفلين الذين فقدا والديهما في حرب. التالي هو الرجل الذي محيت قريته على يد الشياطين. كل شخص هنا لديه قصة أصل مأساوية وعائلة الأخير قد قضى عليها المرتزقة. هذه هي أكثر حضانة كئيبة رأيتها في حياتي. الأيتام لا يزالون يبالغون في القصة الحزينة. الفتاة اليتيمة تفكر في الرجل العجوز. هذا يصبح مخيفا أكثر فأكثر. الفتاة اليتيمة تؤكد أن الرجل العجوز هو فاعل خير وصاحب المتجر. الفتاة اليتيمة تخبر الرجل المقنع أن يترك بأنه وشأنه. الفتاة اليتيمة غاضبة لأن الرجل العجوز نائم بينما لديهم ضيف. الفتاة اليتيمة تذهب لإيقاظ الرجل العجوز. الفتاة اليتيمة تصرخ على الرجل العجوز ليستيقظ. الفتاة اليتيمة تخبر الرجل العجوز أن ينهض ويقابل بان. الرجل الأكبر سنا يصاب بالذعر سائلا إذا كان الأطفال بخير. الفتاة اليتيمة تقول إن بان أنقذهم من شيطان. مناسب جدا. الرجل العجوز يقرر النهوض وتحية ضيفهم والفتاة اليتيمة متحمسة لذلك. يشق طريقه إلى الطابق السفلي غير مدرك تماما أنه على وشك مقابلة أسوأ زبون في العالم. ويا إلهي الرجل العجوز هو القاتل ذو الوجه المشوه من ملصق المطلوبين. الهدف مشى إليه مباشرة. ذو الندبة يشكر بطلنا على إنقاذ الأطفال وبان يقول لا يهم جاهل تماما في الوقت الحالي بأن يلقي نظرة جيدة أخيرا ويقول إنه يبدو مألوفا. العجلات بدأت تدور الآن. وهناك هي عيون القاتل قد ظهرت. بطلنا يربط النقاط من معلومات سيدة الحمام. نعم هذه هي نفس الندبة من ملصق المطلوبين. تسهيلات الحبكة لذيذة للغاية. ذو الندبة يحاول التظاهر بالغباء. يرد عليه بأسلوب أنا مجرد صاحب متجر متواضع. بين يكشف خدعته قائلا إن وسيطة المعلومات أخبرته إن المالك طباخ مذهل بارد. ذو الندبة يدرك أن سيدة الحمام قد وشت به ويبدو معجبا حقا بكل هذا الإعداد. بطلنا يرد عليه بجملة أرني مهاراتك طالبا بشكل أساسي مباراة موت فردية. ذو الندبة يتصرف بهدوء قائلا إن الأطفال يصبحون مشاغبين عندما يطبخ. نعم الطبخ هو ما نسميه الآن. بأن يرى من خلال هذا الهراء ويقترح جلسة طبخ خاصة في الصباح. القاتل يوافق قائلا أن الأطفال سيكونون نائمين. الإفطار الأكثر دموية في العالم على القائمة رسميا. ذو الندبة يقرر الذهاب للنوم مبكرا وبطلنا يجلس هناك وكأن هذا اجتماع عمل عادي.
يخبر الفتاة اليتيمة أن تري بأن غرفته وهي مرتبكة. لماذا يتصرف بلطف شديد؟ ذو الندبة يبتسم قليلا. إنه يخطط بالتأكيد لشيء أكثر من مجرد نزال ودي، وهناك وجه المختل يفكر أنهما كلاهما قاتلان. يا صاح، أنت لست على نفس المستوى. لقطة ليلية هادئة أخرى. أنت تعلم أن الأمور على وشك الاشتعال عندما يستخدم المؤلف إحدى هذه اللقطات. الفتاة اليتيمة تريد غرفة وتعرض المساعدة. نعم، سيحتاجها. وبطلنا ينادي الفتاة اليتيمة وهي تقول نعم وكأنها ليست جزءا من طائفة قتلى، بأن يرد عليها بجملة لم أنقذك عن قصد. مهارات يا رجل الاجتماعية لا تزال في المرحلة التجريبية، تصبح مخيفة قائلة إن ذا الندب قال نفس الشيء. نعم، هذه ليست المجاملة التي تظنينها يا فتاة. الفتاة اليتيمة تغادر ويترك بأن ليفكر في كل علامات الخطر التي تجاهلها للتو. وهناك لقطة ليلية هادئة كلاسيكية، مما يعني أن شخصا ما على وشك أن يطعن. ذو الندبة مستيقظ ويقرر أن الإفطار يقدم باردا مع طبق جانبي من القتل. يخرج سكينا بحجم لوح ركوب الأمواج. هذا هو مصير تمثيلية صاحب المتجر المتواضع. القاتل يقف فوق سرير بطلنا مستعدا لإرساله إلى عالم الظل ويذهب لطعنه في الحلق. هذا المهرج يعتقد حقا أن الأمر سيكون بهذه السهولة. لا، بطلنا يمسك النصل بيد العارية. عليك أن تستيقظ مبكرا جدا لتخدع هذا الشيطان. ذو الندبة يعاني من خطأ كامل في النظام، مدركا أن هدفه ليس نائما في الواقع. بطلنا يحطم السكين العملاق بيده العارية. هذا هو مصير ذلك الهجوم المباغت، بأن ينظر بعيون شيطانية ويخبر هذا المهرج أنه كان ينتظره. يا رجل، لم يكن نائما أبدا. القاتل هاكسن يحدق في نصله المكسور، مدركا أنه في ورطة كبيرة. نرى مضى من الماضي لهاكسن وهو يقدم تقريرا للرجل المقنع، مؤكدا أن بطلنا هو هدفه التالي. الرجل المقنع يريد أن يتم نقله فورا للقتل، متعطش لجزء من الإثارة. هاكسن يخبره أن يهدأ قائلا إنه سيوقع بأنف فخ أولا قبل طلب الدعم. ذكي ولكن ليس ذكيا بما فيه الكفاية. الرجل المقنع يوافق على الانتظار، لديه نظرة لا تفسد هذا الأمر في عينيه الهولوغرافيتين. بين يواجهه لاستخدام الأطفال كواجهة، معتذرا في رأسه عن العنف الذي هو على وشك ارتكابه، ويدخل في وضع الشيطان الكامل مطالبا بمعرفة مكان كايزيراك. الاستجواب قد بدأ رسميا. ذو الندبة يعاني من انهيار كامل في النظام، مدركا أن بطلنا دخل هذا الفخ وهو يعلم كل شيء. هذا المهرج يقرر أنه لا يمكنه الوشاء برئيسه حتى مع وجود شيطان في غرفة معيشته. بطلنا يقول نعم، هذا ما توقعت أن تقوله. الرجل مستعد للعنف، بأن يهدد ببدء إزالة أطرافه واحدا تلو الآخر حتى يحصل على إجابات. الاستجواب عاد من جديد. القاتل يشحن هالته الزرقاء ويقدم لبان فرصة للمغادرة. يا صاح، لقد حاولت طعنه للتو. بطلنا يرد عليه بجملة من الذي حاول قتلي للتو. عدم الاحترام حقيقي. ذو الندبة يدرك أن أمامه قتال ويخرج لفافة سحرية. حان وقت القتال الخادع. يفعل كود الغش الصغير الخاص به، ربما نوع من الفخ أو تعويذة بعد جيبي. الغرفة بأكملها تتحول إلى عرض ضوئي أزرق، بينما يعد هذا المهرج ساحة قتال الزعيم الصغير الخاصة به. بأن يقف هناك بأكثر وجه رأيته في حياتي. يقول هل أنت جاد الآن؟ الغرفة بأكملها تومض، ويتم نقل بطلنا إلى ساحة قتال الزعيم الشخصية لهذا المهرج. بقى أن ينظر حوله متسائلا ما الذي حدث للتو. أهلا بك في البعد الجيبي يا صاح. نعم، هو في قاع كهف عملاق. هذا هو الفخ الأكثر مبالغة الذي رأيته في حياتي. المنظر من الأعلى يظهر مدى ورطته، إنها مسافة طويلة جدا للأسفل. بطلنا يتعرف على السحر على أنه تشكيل، على الأقل قد درس قتالاته الخادعة، ونحصل على معلومات أخرى عن اللفافات السحرية. أساسا هذا المهرج طلب ساحة قتال الزعيم مسبقا، بأن يبحث عن ذي الندبة معتقدا أن الجبان قد أوقعه في فخ وهرب، وشفرة طاقة زرقاء تطير من العدم. الهجوم المباغت قد بدأ رسميا. بطلنا متفاجئ بالفعل، مدركا أن الهجوم هو مانع خالصة. كاد أن يمسك غافلا ويتلقى وابلا كاملا منها. هذا المهرج يطلق الهجمات بشكل عشوائي من الظلال. بطلنا يلعب لعبة كرة مراوغة عالية السرعة مع شفرات المانا لهذا المهرج، بأن يصد واحدة أخرى بقبضته. الدفاع يا رجل هو مجرد المزيد من الهجوم. إنه يغضب متسائلا أين اختفى بطل الغميضة هذا. وذو الندبة يظهر من خلفه مع جملة لا شيء شخصية فتى الكلاسيكية. هذا المهرج يخرج درعا سحريا. إذن هو مقاتل دفاعي الآن. لكمة بين تصد. حسنا، هذا الرجل لديه حيل أكثر من مجرد الاختباء، وبطلنا يتلقى ضربة بالفعل. هذه أول ضربة نظيفة يتلقاها منذ فترة طويلة، بأن يتفادى هجوما آخر، مدركا أن هذا الرجل أسرع بكثير من المهرج الأخير. بطلنا أعمى تماما، مدركا أن مستوى تخفي هذا الرجل في عالم آخر، بأن يكتشف الأمر أخيرا إنه يقاتل قوة هذا المختل الخادع الخاصة. ذو الندبة يخيم في قمة الحفرة، ينظر إلى بطلنا من الأعلى كالمخيم اللعين. هذا المهرج يبدو متغطرسا للغاية، معتقدا أن لعبة الغميضة الصغيرة الخاصة به لا تقهر. وهناك بطاقة القوة الرسمية، رون التخفي، قدرة التخفي المطلقة. بطلنا بالكاد يتفادى شعاع موت آخر من الجبان غير المرئي في الطابق العلوي بأن يحسب الأرقام، مدركا أن هذا المكان الضيق هو فخ موت لا مجال فيه للمناورة، ولا يزال لا يستطيع تحديد مكان هذا الوغد غير المرئي، مما يجعل هذا ضربا من جانب واحد. الشبح الأزرق يحاول القفز عليه مرة أخرى،
وبطلنا بالكاد يبقى متقدما بخطوة واحدة. بطلنا يهبط ويبدو غاضبا، لكن يمكنك أن تقول إنه على وشك قلب الطاولة. وهناك ابتسامة مختل. بطلنا مر بلحظة عبقرية خارقة حول كيفية مواجهة هذا المهرج. في هذه الأثناء لا يزال ذو الندبة يتخذ وضعيات كالأحمق، غير مدرك تماما إنه على وشك أن يتلقى علقة. ذو الندبة يمر بلحظة يا إلهي كاملة بينما تحدق عيون بطلنا في شكله الشبحي، وبان يمد يده ويمسك بروح الرجل. هذا هو مصير خدعة الاختفاء بأكملها. بطلنا يقول له وجدتك، ويستعد لتعريفه بالأرض. عيون بان الشيطانية ظاهرة بالكامل. لديه غش مدمج لرؤية ما خلف الجدران لهذا النوع من الهراء بالضبط، ونحصل على معلومات القصة. العين الحقيقية، القدرة المطلقة ضد المخيمين، استراتيجية هذا المهرج قد محيط للتو. ذو الندبة يفقد عقله تماما، مدركا أن حيلته الوحيدة عديمة الفائدة تماما ضد بطلنا، وبان يسحق في الأرض مثل كرة طائرة لعي. عدم الاحترام جميل. الاصطدام يترك حفرة جديدة في ساحة قتال الزعيم. نعم، هذا لن يتم إصلاحه. هذا المهرج يتحدث في مونولوج عن مسيرته المهنية البالغة 40 عاما وهو يبصق دما. يا صاح، اقرأ الجو. بأن يصل عن موقع الزعيم، وهذا المختل يبدأ بالحديث عن مدى لطف الإيتام. بطلنا يلين صدر هذا المهرج بالضربات، مطالبا بمعرفة مكان اختباء الزعيم النهائي بأن يضربه بلا هوادة ويقذفه بعيدا بلكما، بينما يصرخ هذا المختل بأعلى صوته. ذو الندبة لا يزال يحاول التحدث في مونولوج عن كل الأشخاص الذين قتلهم. يا صاح، لم يطلب أحد سيرتك الذاتية، بأن يخبره أن يخرس بشأن القصة الحزينة أو سيفقد ذراعه الأخرى. هذا المختل يستخدم ورقة لا يمكنني الموت، فكر في الأطفال. الوقاحة أسطورية للغاية. ذو الندبة يرد عليه بأعتذر مقدما، وهي لغة الأشرار اللي سأقوم ببعض الهراء. ويخرج لفافة سحرية أخرى. أسلوب قتال هذا الرجل بأكمله يعتمد على أكواد الغش، أكثر خداعا من بعض قوى المقترضين في إله المدرسة الثانوية. بطلنا يدرك أن هذا المهرج كان لديه فخ احتياطي جاهز، يجب أن تحترم وقت التحضير. يد وحش عملاقة تندلع من الأرض وتمسك ببطلنا. الفخ قد نصب رسميا، وبان يقذف إلى طبقة الستراتوسفير بواسطة تنين ماء العين. هذا هو مصير ذلك الاستجواب. والدعم يصل أخيرا. الرجل المقنع من قبل يتحدث عن كيف وجد بطلنا أخيرا. بان في منتصف طيرانه يرد عليه بمرحبا، وكأنه على وشك أن يخبره أن يخرس. بطلنا يتحول إلى وحش كامل ويخبر هذا المهرج الجديد أنه يقاطع محادثته. عدم الاحترام خارج عن السيطرة. لا يزال يقذف بواسطة التنين المائي ليصبح بشكل أساسي قذيفة مدفع بشرية لثانية، بأن يهبط معترفا بأن الفخ أرسله بعيدا جدا، إنه منزعج فقط وليس مصابا حتى. الرجل المقنع مستعد لإلقاء نظرة جيدة على الرجل الذي كان يدمر خططهم، إنه يطابق الأوصاف المذكورة في ملصق المطلوبين، مؤكدا وجود رونات الخياطة لدى بطلنا. هذا المختل يتأكد أن بان هو من سحق ميركل، وأحضر معه ذئبا روحيا هائلا إلى الساحة. ذو الندبة ملقى على الأرض ويبدو مهانا تماما. لقد انتهى عرضه ذو الخدعة الواحدة. الرجل المقنع منبهر، معترفا بأن بطلنا ساحر ماهر بالنسبة لعمره. أجل، أضف 1000 عام إلى ذلك يا صديقي. الرجل المقنع يسأل بطلنا إذا كان مستعدا للإجابة على سؤال بسيط. يا صاح، لقد اقتحمت استجوابه للتو. ذو الندبة يشيبي على الفور، مخبرا الرجل الجديد أن بان كان يسأل عن موقع الزعيم الكبير. الرجل المقنع يضرب جبهته بكفه بشكل درامي، متصرفا وكأن هذا إزعاج هائل له، ويتبع ذلك بلكم الأرض. شخصية هذا الرجل بأكملها هي المبالغة في كل شيء، وها هو الكشف عن الوجه. هذا المعتوه الجديد بيرجيتون يقول إن لا أحد سيجيب على أي شيء اليوم. يدرك بطلنا أن الكلام لم يعد خيارا. حان الوقت للتحدث بلغة الأم، العنف. افتتح بأن القتال على الفور بشعاع موت عادي. لا وقت للكلام الفارغ مع هذا المهرج الجديد. الذئب الروحي العملاق يتلقى الضرب بدلا من سيده. حسنا، إذن القتال الآن 2 ضد 1. ينطلق بطلنا بسرعة متجاوزا الذئب العملاق، متجها مباشرة نحو الهدف الرئيسي. تعبير القتل على وجه بان، مستعد لتعريف هذا المعتوه الجديد بقبضته التي عمرها 1000 عام. الذئب الروحي يعترض لكمة بأن بلكمته الخاصة. حسنا، إذن الكلب يجيد القتال أيضا. ينجح الذئب بالفعل في صد اللكمة، مرسلا موجة صادمة عبر الساحة. هذا الحيوان الأليف مصنوع من طينة مختلفة. بطلنا يناور حول الذئب، ولا يزال تركيزه منصبا على الهدف الرئيسي. لن يتشتت انتباهه بالمهمة الجانبية، بأن لديه ذلك التركيز الخارق، متجاهلا تماما الوحش العملاق الذي يحاول تحويله إلى لعبة مضغ. المعتوه الجديد بيرجيتون يستدعي سيفا عملاقا لصد هجوم بان. هذا الرجل لديه ترسانة كاملة، يرتد بأن للخلف بسبب الصدة. هذا المهرج الجديد يقدم قتالا جيدا هذه المرة. بطلنا غاضب، يشحن ذراعه الشيطانية لإطلاق بعض الضرر الحقيقي. فترة الإحماء انتهت رسميا. يخبر هذا المهرج الجديد أن اعتراض طريقه كان خطأ كبيرا. مستوى الخطر ارتفع للتو إلى عنان السماء، ويكمل فكرته قائلا إنه لن يكون خيارا جيدا. بطلنا على وشك أن يصبح مهينا للغاية. يطلق بيان لكمة نووية مدمرة على الذئب الروحي، محولا إياه إلى ضباب أحمر خفيف. هذا مصير قتال 2 ضد 1. يخضع الذئب الروحي لعملية إعادة بناء كاملة للوجه،
بفضل قبضة بطلنا التي عمرها 1000 عام يهبط بطلنا كبطل خارق. مستعدا لسؤال هذا المهرج الجديد من التالي في القائمة: إنه لا يمنح الرجل حتى وقتا للحزن على كلبه مندفعا بالفعل للجولة الثانية. هذا المعتوه الجديد لا يزال فيه وهم أنت جيد بالنسبة لطفل متجاهلا تماما مذكرة ال1000 عام، يتصرف بارتباك وكأنه يقول: ماذا أفعل بهذا الشيطان الغاضب، وهو يشحن حركته الخارقة التالية ويستدعي قطيع ذئاب كامل. أسلوب قتال هذا المهرج هو مجرد المزيد من الأفراد. يضربه هذا المعتوه بعبارة لدي المزيد، من حيث أتى ذلك ويبدو فخورا جدا باستراتيجيته للهجوم بالكثرة. ونحصل على كشف للمعلومات رونية الاستدعاء. إذن هو مجرد حارس حديقة حيوان ممجد له من أبعاد أخرى. بطلنا كان رد فعله قصة رائعة يا صاح، وينفع نحو الجيش اللعين بأكمله. إنه يقول بشكل أساسي: الكثرة لها جودتها الخاصة، وجودته هي العنف. وذو الندبة ذلك النذل الصغير يوجه ضربة غادرة من الجانب، بينما بطلنا مشتت. يصاب بطلنا بالفعل غاضبا لأنه ترك حذره أمام سخافات حارس الحديقة. الضربة كانت قوية، وللحظة بدأ أن بطلنا في ورطة بالفعل. في هذه الأثناء يبدأ قطيع الذئاب في الاندماج فيما يشبه كرة لحم وحشية بشعة. نعم، لقد اتحدوا رسميا مكونين كلبا كابوسيا عملاقا متعدد العيون. بأن على الأرض ينظر إلى هذه الوحشية الجديدة وكأنه يقول: هل تمزح معي بحق الجحيم؟ حارس الحديقة لا يزال يلقي خطابه طالبا تحليلا لمستوى القوة، وكأن هذه مقابلة عمل. يرد عليه بطلنا بأن من يطرح الأسئلة هنا من على الأرضية اللعينة، ويحاول هذا المهرج تجنيده عارضا عليه مكانا في فريق القتلى المتشردين. وجه بانا يصرخ: هل أنت جاد بحق الجحيم؟ بينما يواصل هذا المعتوه محاولة إقناعه بالوظيفة. يكشف حارس الحديقة أن قوته الثانية هي السيطرة على العقل، راغبا في جعل بطلنا عبده الثمين. يا صاح، قف الطابور ونحصل على كشف المعلومات. رونية الترويض: إذن هو حارس حديقة حيوان يمكنه أيضا التلاعب بعقلك. هذه جديدة. بطلنا مصدوم بالفعل، مدركا أن هذا المهرج يستخدم رمزي غش مختلفين في نفس الوقت. يمسك حارس الحديقة بوجه بان محاولا تثبيت برنامج شخصيته الجديد مباشرة في دماغ بطلنا. هذا المعتوه يعتقد أنه فاز، متحدثا عن كيف سيولد بأن من جديد. أجل، حظا موفقا في ذلك يا صديقي. وفجأة يجد حارس الحديقة نفسه في مشهد جحيمي جديد تماما، متسائلا أين هو بحق الجحيم. لقد أتت السيطرة على العقل بنتائج عكسية مذهلة. يدرك أنه في عالمه الداخلي. يا صاح، لقد خدعت نفسك بقوة حتى انتهى بك الأمر في عقلك الباطن. يشرح الراوي أن هذا المهرج بيرجيتون كان يستعبد الناس بهذه القوة لسنوات، ونسمع الجملة الحماسية الكلاسيكية بأنه لم يفشل من قبل. أنتم تعرفون ما يعنيه ذلك. هذا المعتوه ظن أنه يغزو عقل رجل، لكنه دخل للتو إلى غرفة معيشة شيطان. حارس الحديقة الآن في رأس بطلنا الذي يبدو كغلاف ألبوم هيفي ميتال من الجحيم. يضربه الراوي بمعلومة: لقد عبثت واكتشفت العواقب. هذا المهرج لم يكن لديه أي فكرة. نرى خلفيته المأساوية. بطلنا هو في الأساس شبح يدفع الانتقام، نسي كيف يموت. أجل، لقد كان غارقا في غضب خالص غير مشوب لفترة طويلة. انتظر هذه اللحظة، لمحة سريعة إلى 1000 عام من التعرض للضرب في حفرة مظلمة. هذا من شأنه أن يدمرك. وأخيرا يلتقي حارس الحديقة بمالك هذا الجحيم العقلي. حان وقت دفع الإيجار يا وغد. هكذا تبدو 1000 عام من الصدمات عندما يتجسد لها وجه، أو كما تعلم وجهان. لقد انقلب سحر السيطرة على العقل على صاحبه ويتم خلط دماغه. تكالبت عليه كل الشياطين التي قاتلها بطلنا على الإطلاق، الحقيقية والمجازية منها. روحه تمحى بسبب اضطراب ما بعد الصدمة لدى بطلنا. هذا مصير قوة الترويض. تلك يحصل حارس الحديقة على مقعد في الصف الأمامي لمشاهدة شياطين بطلنا الداخلية. أجل، هذه 1000 عام من الغضب الخالص تحدك به. يضربنا الراوي بجملة لم يكن يعلم: يا صاح، لقد حاولت للتو السيطرة على عقل كارثة تمشي على أدمين. ماذا كنت تتوقع؟ ونعود إلى العالم الحقيقي، وحارس الحديقة يصرخ بأعلى صوته. ردة الفعل النفسية مؤلمة، أليس كذلك؟ بطلنا قلب الطاولة تماما، ممسكا الآن برأس هذا المهرج وموجها له مرحبا عرضية. يخبروا بأنه من الوقاحة التلصص على عقل شخص ما. بطلنا يبخو كطفل بعد أن خلط دماغه. يعاني حارس الحديقة من خطأ كامل في النظام، صارخا بأن هذا مستحيل. أهلا بك في دور الكبار يا صديقي. وبطلنا يمحو كلب الوحش فولترون بقنبلة نووية من مسافة 0. هذا مصير خدعة القوتين تلك.